السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في أولى ثانوي، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا شباب معانا في فيديو بنشرح فيه الوحدة التانية من الفلسفة، والوحدة التانية من الفلسفة بتتقسم عندك لجزئين، الجزء الأول اللي هو بتاع العمل وأخلاق المهنة، الجزء التاني اللي هو بتاع التفلسف وعلاقته بالقيم. الدرس او الدرسين سهلين جدا جدا جدا، تفاصيلهم بسيطة جدا. اتمنى من حضرتك ان انت تركز معانا، جنبك الورقة والقلم، ولو عايز تعمل حاجة تشربها كده يلا وتعالى لي وسمي الله ويلا بينا نبدأ. طبعا انا زي ما اتفقت مع حضرتك ان احنا عندنا جزئين في المحاضرة بتاعت النهاردة، الجزء الأول اللي هو بتاع أخلاق المهنة، والجزء الثاني اللي هو بتاع التفلسف. خلينا كده نبدأ في أخلاق المهنة، بس الدرس زي ما قلت لك اسمه العمل وأخلاق المهنة. يبقى أول معلومة طبعا إحنا هناخد العمل، أو إيه قيمة العمل أصلا يا مستر في حياتنا. العمل اللي هو الشغل، يعني اللي هو الحاجات المهن اللي إحنا بنشتغلها، عشان كده الدرس طبعا اسمه أخلاق الإيه؟ أخلاق المهنة. أول طبعا معلومة عند حضرتك، هو كان بيناقش معاك تفتكر إيه قيمة العمل في حياتنا؟ هل العمل مهم في حياتي كفرد؟ هل العمل مهم بالنسبه للمجتمع؟ هل هيرتقي بيه؟ هتقول لي طبعا اه يا مستر. طب ازاي بقى؟ هيرتقي بيه من انهي جوانب، او هيفيدنا احنا شخصيا في ايه؟ تعالى كده نشوف مع بعض. قال لحضرتك اول نقطه، خد بالك ان العمل شرط اساسي لتقدم الامم وارتقاء المجتمعات. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ هيجي يقول لحضرتك ان الامم بتتقدم، ان الامم شانها بيعلى، مصر مش عارف بقت الدوله الكام على مستوى العالم. الكلام ده كله اللي هو طبعا نهضه الامم وتقدمها، ده اللي بيحدثه العمل. تمام؟ بالنسبه للمجتمع طبعا بيقود المجتمع للرخاء والنهضه والارتقاء. خلاص؟ طب ايه تاني يا مستر؟ قال لحضرتك ده العمل ده بيساعدني على ترويض الطبيعه واستغلال خيراتها لسد احتياجات الفرد. واحده واحده بقى كده وعلى مهلك خالص. هيجي يقول لحضرتك يعني ايه ترويض الطبيعه؟ انت نفسك قاعد بتسال نفسك كده، يعني ايه يا مستر ترويض الطبيعه؟ هي كلب؟ لا طبعا. قال لحضرتك ترويض الطبيعه دي يعني هتستغل الخيرات بتاعتها لصالحك. زي مثلا عند حضرتك شجره برتقان، شجره تفاح، مش عارف شجره موز، الكلام ده كله. طب الحاجات دي وهي على الشجر اقدر انا استغلها؟ لا. طب يا مستر انا المفروض اعمل لها ايه؟ الموز وهو على الشجر اخضر وناشف ومش قابل للاكل اصلا او الاستهلاك. طب يا مستر ايه اللي هيحصل؟ اقوم واخده منزله من على الشجره وابتدي ايه؟ احوله لان هو يبقى ثمره انا اقدر اكل منها، او اقدر استعملها، او اقدر اللي هو مثلا ايه، اخزنه، او احوله مثلا لعصير، او 100 حاجه. خلاص؟ زي مثلا المصانع بتاعت الالبان، بياخدوا اللبن مثلا خام بيحولوه لايه؟ لجبن، صح؟ او اللي هو اللبن طبعا المبستر اللي هو بيشيلوا منه الجراثيم والحاجات دي كلها طبعا، فبيعملوا لك اللبن مثلا على سبيل المثال اللبن البخير اللي حضرتك بتشربه. تمام؟ حلو جدا. فقال لحضرتك طبعا دي ترويض الطبيعه. يبقى ترويض الطبيعه مستر اختارها امتى؟ لما يقول لحضرتك ان انت بتحول الطبيعه، بتخلي الطبيعه تخدمك، بتخلي الطبيعه تلبي احتياجاتك، سواء بقى فاكهه، خضار، منتجات، البان، لحوم، ايا كان. خلاص؟ او حتى مش في الاكل بس، الطبيعه برضو بتلبي احتياجاتك. انت لو زرعت شجره هتلبي احتياجاتك، هتلبي احتياجاتك في 100 حاجه، ظل واكل واكسجين، زياده اكسجين وهواء نقي، الكلام ده كله، صح؟ حلو. يبقى كل ده حضرتك بتعمل من اجل ترويض الطبيعه. طب ايه كمان يا مستر؟ قال لحضرتك ده احنا كمان العمل بقى بيستعمل التقنيات الحديثه بدل من الاكتفاء بقوه اليدين والعضلات. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ واحده واحده. قال له حضرتك دلوقتي عندك مثلا قناة السويس، صح؟ قناة السويس دي اتبنت زمان، كانت قناة السويس العادية اللي هي بتاعت زمان، مش الجديدة بتاعت دلوقتي. حلو جدا. طب قناة السويس دي أخدت قد إيه يا مستر؟ زمان أخدت من 9 ل 10 سنين. ليه يا مستر؟ عشان الجرافات والحفر والكلام ده كله، والعمال وعمال يتعبوا مثلا، يمرضوا، يجرى لهم حاجه، عمال يموتوا ويتصابوا، مش عارف ايه، يبدلهم بعمال تاني، الات مش عارف تعطل، تتكسر، تتقطم، الحاجات دي كلها يقوم مبدلينها بالات تاني. اخدوا من 9 ل 10 سنين عشان يحفروا قناه السويس. طب تعالى كده في 2014، في 2014 احتاجنا قد ايه؟ احتاجنا سنه واحده بس عشان نعمل قناه السويس الجديده. طب يا مستر الفضل هنا يرجع لمين بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا الفضل هنا يرجع للتقنيات الحديثه. طب التقنيات الحديثه دي اللي هي زي ايه يا مستر؟ زي الالات بقى والمعدات الحديثه والحاجات دي اللي هي بتساعدنا طبعا، مثلا ساعدتنا في الحفر اسرع، وان هي طبعا يعني اقل استهلاكا للعنصر البشري، واقل اعتمادا على قوه اليدين والايه والعضلات. تمام؟ حلو جدا يا مستر. يبقى كده احنا فهمنا ايه قيمه العمل، فهمناها والحمد لله. تمام التمام. قال لحضرتك بعد كده بقى احنا عندنا العمل ده جاب لنا مفهوم المهنه، والمهنه دي احنا محتاجين فيها شويه اخلاق. ليه يا مستر؟ اصل القوانين والقواعد العامه دي ما عادتش كفايه. معلش، ما هو كده كده في قوانين على الرشوه ومع ذلك الناس بطلت ترتشي؟ لا طبعا. طب يا مستر في قوانين على كل حاجه في العمل،
وفي قوانين اللائحه بتقول لحضرتك ما تمشيش قبل كذا، وفي ان انت تبصم اول ما تيجي، وفي ان انت ما تاخرش على الشغل، وفي ان انت ما تاخدش اجازه في يوم الشغل محتاجك فيه. بس هل كل ده الناس بتلتزم بيه؟ لا طبعا، ولا اي بطيخ. كل الكلام ده الناس في الاخر خالص بيهملوه، اللي هو انا مش هعمل بيه، انا هعمل باللي انا عايزه. والناس طبعا ابتدت ايه؟ يعكوا في المهنه. طب هل ده ينفع؟ ده ما ينفعش. الفلاسفه يسكتوا؟ لا ما يسكتوش. قاموا عاملين لحضرتك حاجه اسمها اخلاق المهنه. اخلاق المهنه دي بقى يا مستر يعني ايه؟ قال لحضرتك دي مجموعه قواعد وقيم ومعايير بتحكم افراد المهنه الواحده، بتستمد من الاخلاق العامه. يبقى مين اعم واشمل؟ الاخلاق العامه. جت منها مين؟ الاخلاق المهنيه. خلاص، او اخلاق المهنه. تمام. هي مجموعه معايير. يعني ايه معايير يا مستر؟ يعني حاجات، قواعد انا بمشي عليها. يعني ما تعملش كذا واعمل كذا، ده صح وده غلط. دي اخلاق المهنه. تمام، حلو جدا. قال لحضرتك تعتبر اخلاق المهنه اشمل من اللوائح والقوانين. لسه بقول لحضرتك اهو، اللوائح والقوانين مش كله بيلتزم بيها. في الحاجات اللي بتمشي بالمحسوبيه، وفي الحاجات اللي بتمشي بالكوسه، وفي الحاجات اللي معلش طب المره الجايه، طب خلاص ما تحاسبوش المره. الكلام ده كله طبعا ده اللي بيحصل في القانون. مش كل الناس بتلتزم بالقانون، لكن كل الناس بتراعي اخلاق المهنه. طب ليه يا مستر بتراعي اخلاق المهنه؟ هقول لك دلوقتي ايه فوائد الالتزام باخلاق المهنه اللي هي اللي جايه. تمام. فقال لحضرتك طبعا هي اعم من اللوائح والقوانين لانها تشمل اكثر من الحالات التي تشملها تلك النظم والقوانين. تعالى بقى كده ونفهم واحده واحده يا برنس. انا ليه بقول لك انت لازم تلتزم باخلاق المهنه؟ ودي فوائد الالتزام باخلاق المهنه. يا مستر انا دلوقتي لو راجل خليت عندي دم وخليت عندي ضمير والتزمت باخلاق المهنه، استفيد ايه يا مستر؟ كسبت انا ايه؟ تعالى اقول لك، انت كسبت معانا 4 حاجات. ايه هم يا مستر؟ اول حاجه طبعا قال لحضرتك انت كسبت تكوين صوره ذهنيه ايجابيه. يعني ايه يا مستر صوره ذهنيه ايجابيه؟ قال لحضرتك صوره ذهنيه ايجابيه يعني سمعه جيده، انطباع جيد. يعني يا مستر مثلا معلش كده اديني مثال. حاضر، عينيا الاثنين. دلوقتي مثلا في مهنه التدريس، تعالى نمسك كده مهنه اللي هي الاقرب ليا اهي. انا شغال مدرس، هنمسك مهنه التدريس. دلوقتي مثلا مدرس طول السنه مدلعك، بيحط لك امتحانات سهله اي حد يحلها، مش عارف افكار عاديه جدا. يفضل يقول لك مثلا كل شويه ده انا هشد عليك، ده انا هشد عليك، ولا اي بتنجان من ده بيحصل. يفضل من ساعه ما يخش الحصه لحد ما يخلصها هزار وضحك ومرقعه ويضحك مع ده شويه ويضحك مع دي شويه. دي مش حصه. خلاص. والامتحانات بتاعته جبت درجه وحشه زي جبت درجه كويسه زي مش عارف ايه، مفيش. طب يا مستر اللي جاب درجه وحشه يا عم براحته، انا مالي. طب عكس كده في مدرس تاني يقوم عامل ايه؟ يقوم عامل لحضرتك امتحانات صعبة فيها افكار حلوة محترمة، افكار تمام. طب في ايه تاني؟ يقعد يشرح لك من اول الحصة لحد اخرها. مفيش اللي هو الهزار اللي هو ايه، اللي هو هزار خارج النص او خارج الموضوع. لا، هو يا دوب الحصة بتاعته لذيذة وخفيفة بس كلها شغل من اولها لاخرها. خلاص. طب في امتحاناته طبعا زي ما قلت لحضرتك في شد، جبت درجه وحشه مش عارف نكلم ولي امرك. طب الكلام ده كله بيخلي عند المدرس ايه؟ بيخلي عند المدرس قيم، بيخلي عند المدرس ان هو بيحترم اخلاق المهنه. طب حضرتك في اخر السنه، حضرتك طبعا المدرس الاخف على قلبك واللي انت بتحبه قوي طول السنه، اللي هو اللي عمال بيدلعني ويطبطب، ولو جبت درجه وحشه ما يكلمش بابا وماما، مش عارف يديني امتحانات سهله عشان احلها، وكل حصه اقفل بالاونطه كده وانا كده تمام زي الفل. طب اقول لحضرتك على حاجه وابشرك بحاجه، المدرس ده في اخر السنه حضرتك هتيجي تلاقي الامتحان يسوحك. طب ساعتها المدرس ده هيكون عندك انطباع جيد ليه؟ لا طبعا. يعني المدرس يا مستر اللي بيدلعني طول السنه ده في الاخر خالص انا متسوح في اخر السنه؟ طبعا طبعا. ده في كل المواد. اللي بيدلعك ويطبطب عليك طول السنه ده في اخر السنه هتلاقي نفسك متسوح، ولا في اي حاجه، ولا ناجح ولا يحزنون، ودرجتك اضعف حاجه ممكنه، وكنت بتاخد درس طول السنه على الفاضي. خلاص. فطبعا حضرتك هل ده ينفع؟ هل ده مدرس كده عنده انطباع جيد؟ لا طبعا. ده انت لو بعد كده حد جه قال لك انا هاخد مع المدرس ده، هتقول له ايه؟ تقول له اوعى تاخد مع المدرس ده، انت مجنون ولا ايه؟ بتهزر؟ ده مسقطني يا عم، ده مسوحني. لكن المدرس اللي انت ما كنتش طايقه على مدار السنه، اللي هو انا بقى الغلبان اللي بتيجي عليا، خلاص. حضرتك ايه المدرس اللي انت مش طايقه طول السنه بقى، اللي هو فين درجاتك؟ وريني، رن لي على ولي امر وبلغه الدرجه. مش عارف، مجرد ما نخش الحصه خلاص الموضوع خلاص خلص، اقفل التليفونات وركز معايا على السبوره وشرحه اول باول، امتحانات فيها افكار عاليه. كل الكلام ده حضرتك لو حتى كنت على مدار السنه بتتضايق شويه، بضغط عليك شويه، لكن هتيجي في اخر السنه ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي والله العظيم الامتحان ما بياخد معاك ربع ساعه من اصل الساعه ونص بتوعه. ربع ساعه بتكون مخلص امتحانك بمراجعته، بتروح تلاقي نتيجتك باذن الله 60 من 60. خلاص. طيب
فايه الفرق هنا؟ طبعا لو حد بقى جه قال لك اخد مع المدرس ده ولا لا، هتقول له ايه؟ هتقول له اه طبعا، ده انا كنت باخد معاه وجايب معاه كام 60 من 60، ده انا مقفل الماده معاه، ده انا جايب درجه عاليه قوي معاه. فالكلام ده طبعا يعمل لحضرتك بقى انطباع جيد، ودي طبعا الصوره الذهنيه الايجابيه اللي هي السمعه الطيبه عن المؤسسه، والانطباع الجيد الذي تتركه المؤسسه لدى عملائها. المؤسسه لدى عملائها ده اللي هو العامل، خلاص، لدى العميل بتاعه او اللي هو ايه الزبون بتاعه يعني. خلاص. عند حضرتك تاني نقطة، يبقى دي كده تكوين صورة ذهنية إيجابية. تاني نقطة من فوائد الالتزام بأخلاق المهنة اللي هي طبعا الالتزام بالمسؤوليات القانونية والاجتماعية. يعني إيه يا مستر؟ واحدة واحدة كده. قال لحضرتك الالتزام بالمسؤوليات القانونية والاجتماعية دي إن أنا التزم بالقوانين والمعايير اللي محطوطة لي من قبل التشريعات. يعني الحكومة دلوقتي بتحط لي شوية معايير وشوية قواعد وشوية قوانين، ينفع أنا أقول للحكومة مع نفسك اضربي دماغك في الحيط أنا هعمل اللي أنا عايزه؟ لا طبعا ما ينفعش. فده حضرتك هنا كده لو اتبعت أخلاق المهنة خلاص الحكومة مش عايزة منك حاجة. طب حضرتك لو ما اتبعتش اخلاق المهنه، فانت كده مش هتتبع قوانين الحكومه، فهتتعرض للايه؟ للمساءله القانونيه. طب زي ايه يا مستر؟ مثلا اديني مثال. زي حضرتك مثلا لو لوثت البيئه، تلاقي مثلا ايه؟ مصانع المدخنه بتاعتها، المدخنه بتاعت المصنع اللي بتطلع الدخان اللي جواه مثلا بتطل على منطقه سكنيه. هل ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. ده السكاني خلاص الرئه بتاعتهم باظت وبيشتكوا بيعانوا. طب ده ما ينفعش. طب قال لحضرتك ايه كمان؟ قال لحضرتك زي مثلا مصنع الباب او البوابه بتاعت المخلفات بتاعته على النيل، الصرف بتاعه على النيل. فتخيل النيل اللي احنا المفروض بنشرب منه مياه عذبه نقيه صافيه، حضرتك طبعا عمال ايه؟ المصنع بتاعك عمال بيخلف المخلفات بتاعته كلها في النيل. هل ده ينفع؟ ده ما ينفعش. يبقى حضرتك هنا لوثت البيئه ودمرت الحاجات او الموارد اللي ليك ولغيرك، دي مش حاجتك انت بس. فالكلام ده كله طبعا بيخلي حضرتك مخالف المسؤوليات القانونيه والاجتماعيه. عشان كده بنقول لحضرتك لازم دايما بتصنع المنتجات بتاعتك بدون عيوب، لازم حضرتك دايما بتحمي البيئه من التلوث. عشان تعمل ايه بقى؟ عشان تتجنب المساءله القانونيه، عشان الحكومه ساعتها ما تجيش تقول لحضرتك انت مخالف، ما تجيش تدفعك غرامه، ما تجيش تعاقبك مثلا بالعقوبات الجنائيه او الكلام ده كله. تمام؟ حلو. تالت نقطة بقى هستفيدها، قال لحضرتك انت كسبت معانا كمان تحسين الأداء. لو التزمت بالأخلاق المهنية هتحسن أدائك. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك دلوقتي لو التزمت بالأخلاق المهنية اللي احنا بنقول لحضرتك عليها دي، هترفع كفاءة العمال بتوعك. ازاي يعني يا مستر؟ ما هو العمال لما يلاقوك انت ملتزم، العمال دول هيلتزموا. لما يلاقوك بتطور من شغلك وأدائك، هيطوروا هم كمان من شغلهم وأدائهم. لما يلاقوك بتتدرب وعايز تتعلم وعايز تكتسب وعايز تطلع بالمؤسسة دي حاجة فوق، هم كمان هيعملوا نفس الحاجة. ادي العمال ادائهم اتطور، وادي انت ادائك اتطور، ده كل ده في تحسين الاداء. تمام؟ طب وايه كمان يا مستر في تحسين الاداء؟ قال لحضرتك ساعتها انت هتنتج افضل منتج باقل تكلفه. يعني بدل ما حضرتك ترفع التكاليف قوي في الانتاج فتغلي الاسعار قوي، فالمنتج بتاعك مثلا ايه؟ يبقى الفئه محدده بس مش كله قادر يشتريه. يعني مثلا الحاجات الغاليه قوي مش كله هيقدر يشتريها، صح؟ لا، ده بيقول لحضرتك انت هتعمل منتج حلو وقيم بسعر او بتكلفه قليله، فبالتالي تقدر تبيعه في السوق، صح؟ فده كله طبعا حاجه من تحسين الاداء. قال لحضرتك اهو تحسين الكفاءه والجوده وتعزيز الاداء، وعدم اتباع ذلك يؤدي الى زياده تكاليف الانتاج. يعني حضرتك لو ما كانش عندك تحسين اداء او لو ما كانش عندك التزام باخلاق المهنه، طبعا ده هيقود حضرتك ان انت ايه؟ ترفع تكاليف الانتاج بسبب تلف في حاجه، بسبب غلطه في حاجه. كل ده عمال ايه؟ بيزود في تكاليف الانتاج، بيزود في تكاليف الانتاج. بالتالي انت ما عندكش تحسن في الاداء، ده انت كده عندك تخلف في الاداء. تمام؟ تمام. هلا حضرتك النقطة الرابعة اسمها الاستخدام الأمثل للموارد، واسمعني كويس في النقطة دي. الاستخدام الأمثل للموارد يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني تخيل دلوقتي مثلا ان انت في مكتب، خلاص، في شركة مثلا انت في المكتب بتاعك. طيب المكتب ده بيقفل مثلا في الاجازات، يعني انت مثلا بيجي لك فترة اجازة بتقفل فيها. على سبيل المثال السنتر، حضرتك عارف السنتر اكيد. لما بتخش القاعة، السنتر ده بيبقى عبارة عن تكييفات، بيبقى عبارة عن كراسي، بيبقى عبارة عن مراوح. طب حلو. القاعة دي دلوقتي مش هي بتتركن فترة طويلة في الصيف؟ هتقول لي اه يا مستر. طب مش وارد ان التراب او الصدأ او الحاجات دي كلها تتمكن من الأجهزة اللي فيها؟ وارد برضه يا مستر. طب اسمع كده الموقف اللي هيحصل ده وقول لي ده صح ولا غلط. دلوقتي انا كنت صاحب سنتر، فسبت مثلا المروحة اللي عندي او التكييف اللي عندي طول اجازه الصيف، ولا بطل على الحاجه ولا بتتنضف ولا اي حاجه. فجيت ورجعت من اجازه الصيف لقيت الفريون بتاع التكييف بايظ. ده الصدأ والتراب والدنيا كلها خلاص التكييف باظ.
والمروحه بتتلخلخ. طب حلو، قلت حتى هسيبني من المروحه اللي بتتلخلخ دي، لقيت العامل اللي معدي خلاص هو ايه عمال ايه، ماشي مثلا، فالمروحه جنبه، المروحه قامت دب، هي كده كده كانت بتلخلخ اصلا وانا مطنشها، فايه المروحه في مره من دول هزت هزتين كده قامت دب وقع على دماغ العامل. طب هل ده ينفع؟ لا طبعا، ده انت اولا بوظت الاجهزه، ثانيا اصبت العاملين. فطبعا قال لحضرتك الالتزام باخلاق المهنه بيجنبك حاجتين، بيجنبك ان الاجهزه بتاعتك تبوظ، لان انت لازم تعمل لها صيانه دوريه. يعني ايه صيانه دوريه يا مستر؟ يعني تصلحها اول باول، لو مش هتصلحها حتى نظفها اول باول. يعني لو هي ما فيهاش عطل بس حضرتك مثلا شايف الدنيا تراب، الدنيا مثلا هتبوظها، التراب ده هيملاها او الكلام ده كله، لا نظفها اول باول. بدل ما حضرتك تروح تشتري حاجه جديده، حافظ على اللي عندك. يعني مثلا لو التكييف ده عمره سنه، حضرتك لو اهتميت بيه وفضلت كل شويه تصين فيه وتنظف فيه والكلام ده كله وتعمل الفلاتر بتاعته، الحاجات دي كلها تخليه بدل ما هو سنه ضمنه سنتين، صح؟ فحضرتك هنا عشان كده تسميناها الاستخدام الامثل للموارد، افضل استخدام للموارد. خلاص، ودي طبعا كانت الاستخدام الامثل للموارد، او بيقول لحضرتك الحفاظ على صيانه الالات للحفاظ على العاملين من الاصابه. قال لحضرتك عندك بقى نقطة تانية بعنوان، بعد كده بقى خلاص انت عرفت هنا احنا بنستفيد ايه او ايه فوائد الالتزام باخلاق المهنة. عند حضرتك هنا نقطة بعنوان دور الفلاسفة في وضع المواثيق الاخلاقية المهنية. واحدة واحدة بقى كده وتعالى نفهم، والحتة دي فيها تفاصيل سنة صغيرة، فعايزة من حضرتك ايه، قرط على مخك كده معلش وافهمها. خلاص معايا؟ يلا معايا، هنخليها اسهل من السهولة. طيب دلوقتي ايه دوري انا كفيلسوف في ان انا احط شويه اخلاق للمهنه؟ ايه دوري؟ او انا اقدر اشارك ازاي؟ اقدر احط اخلاق للمهنه ازاي؟ مش دي حاجه جايه من الفلسفه اخلاق المهنه؟ هتقول لي اه. طب يعني معنى كده ان انا كفيلسوف انا اللي حاططها، صح كده؟ هتقول لي اه. هقول لك طب الفيلسوف ده وصل للاخلاق دي ازاي؟ ازاي بيحدد المعايير اللي احنا المفروض نمشي عليها جوه كل مؤسسه؟ ازاي مثلا بيميز بين المعايير بتاعت مهنه الطب ومهنه المحاماه مثلا؟ ازاي دي ليها معايير ودي ليها معايير؟ اكيد هما الاثنين مش هيعملوا نفس الحاجه. يعني بتاع المحاماه مثلا مطالب بالعدل، لكن بتاع الطب مثلا مطالب بالمنفعه. خلاص، يعني ده مطالب بحاجه وده مطالب بحاجه، كل واحد على حسب مهنته، صح كده؟ صح. هتقول لي طب حلو قوي يا مستر، هو بيعمل الاخلاق او بيحط المعايير دي بقى ازاي؟ على انهي اساس؟ اقول لك انا، هو بيحطها في 4 خطوات. كام خطوه؟ قول معايا، 4 خطوات. الله ينور عليك. اول خطوه اسمها تحليل الواقع الثقافي واستخلاص القيم منه. يعني ايه بقى؟ قال لحضرتك ده دي هنا الفيلسوف بيبتدي ينزل المجتمع بتاعه. بيبتدي ايه يا مستر؟ ينزل المجتمع بتاعه. يعني بدل ما انا قاعد في البيت منعزل عن مجتمعي، خلاص، لا انا بنزل بشوف المجتمع حواليا عامل ازاي. فبيقول لحضرتك ده دي عبارة عن دراسة تحليلية للواقع المجتمعي والمرحلة التاريخية ونوع الخدمات التي تقدمها المهنة لاستخلاص المعايير الأخلاقية منه. مستر الكلام بالعربي وانا عايز ايه؟ واحدة واحدة يا سيدي وعلى مهلك. قال لحضرتك دلوقتي لو انا كفيلسوف ينفع اعيش منعزل عن بقية المجتمع؟ لا. هقول لك فمثلا في مجتمع عربي انا قررت انزل في وسط المجتمع، فنزلت في المجتمع العربي سألتهم يا جماعة مساء الخير، ايه رأيكم في شرب الخمر؟ هيقولوا لي حرام ولا حلال؟ هيقولوا لي حرام. طبعا حرام. طب سألتهم مثلا طب ماذا عن مثلا ايه اتزوج اكثر من 4 زوجات؟ حرام ولا حلال؟ طبعا انا في مجتمع عربي اسلامي، هيقول لي ايه؟ حرام. خلاص، وعلى فكره حتى في المسيحيه اعتقد يعني ان هو حرام اكثر من زوجه واحده كمان. خلاص، فيقول لحضرتك ايه؟ ما ينفعش، ده انت في مجتمع عربي اسلامي ما ينفعش تتجوز اكتر من 4 طبعا خالص. طب فانا هنا ابتديت بقى اشوف ايه اللي منتشر في وسطهم، ايه المعتقدات السائده اللي في وسطهم، ابتديت اعرف بالنسبه لهم ايه الصح وايه الغلط. قلت لهم يا جماعه طب انتوا نظام الحكم بتاعكم ديمقراطي ولا ديكتاتوري؟ نظام الحكم عندنا المفروض ديمقراطي. خلاص، ديمقراطي طبعا. فيبقى انت حضرتك هنا عرفت ايه القيم اللي منتشره في المجتمع ده، فبناء عليها هتحدد المعايير. انت ما بتحددش المعايير وانت قاعد في البيت متامل ومنعزل لوحدك. يبقى لما يجي لي في السؤال يا مستر يقول لي ان الفيلسوف ما ينفعش يقعد لوحده، ما ينفعش يقعد على جنب، ما ينفعش يقعد في معزل في برج بعيد عن الناس كلها، لا ده لازم ينزل في وسط مجتمعه ويشارك فيه، يبقى حضرتك ساعتها هتقول لي مشكورا تحليل الواقع الثقافي واستخلاص القيم الاخلاقيه. انا نزلت هنا في وسط مجتمعي، عرفت ايه الصح وايه الغلط بالنسبه لهم، عرفت ايه معتقداتهم وايه القيم اللي سائده في وسطهم. عشان كده بيقول لحضرتك واستخلاص القيم من الواقع. تمام، حلو قوي.
جينا بعد كده يبقى ده كده اول خطوه. طب تاني خطوه يا مستر، قال لحضرتك بناء على القيم اللي انا استخلصتها انا عرفت خلاص ان اللي سائد ما بينهم خلاص مثلا ايه، احترام الكبير، تمام، وتقدير الصغير، حلو كده، او مراعاة الصغير. عرفت ان اللي سائد ما بينهم النظام الحكم عندهم ديمقراطي مسموح بمبدأ الشورى بما انهم مجتمع عربي اسلامي. عرفت كمان ان اللي سائد عندهم ايه، عرفت ان اللي سائد عندهم ان حاجة زي شرب الخمر حرام، حاجة زي ان مثلا الزواج 4 فقط، ما ينفعش تتجوز اكتر، خلاص عايز اقل براحتك بس 4 ما ينفعش تزود عنهم. فالكلام ده كله طبعا انا خلاص انا عرفت قيم المجتمع دي ايه، خلاص. بس انا هنا بفحص القيم طبعا اللي ليها علاقه بالمهنه، يعني ماليش علاقه انا بجواز 4 ولا مش جواز 4، خلاص انا بقول لك مثال يعني. فانا دلوقتي عرفت هنا القيم اللي منتشره في وسطهم، فبالتالي بناء على القيم دي ابتديت احدد الاسس والقواعد اللي بتحدد اداء المؤسسه. يعني ايه يا مستر؟ يعني ابتديت بقى اقول لهم خدوا بالكم يا جماعه، كل مؤسسه فيكم لازم تمشي بواحد اتنين تلاته، في حاجات عامه على المهن كلها. زي ايه يا مستر؟ زي احترام العداله، ان حضرتك ما ينفعش تميز بين حد وحد، ما ينفعش تميز بين مسلم ومسيحي، ما ينفعش تميز بين ابيض واسود، خلاص. حلو جدا. زي ايه يا مستر تاني؟ زي الموده والرحمه والشفقه واحترام البعد الانساني والكلام ده كله، خلاص. دي طبعا معايير عامه لازم اي مؤسسه في اي مهنه تمشي بيها. فانا بناء على القيم اللي منتشره في المجتمع دي قلت لهم حلو، انا هحط لكم حاجات بتمشي مع القيم بتاعتكم، وقمت حاطط لهم مجموعه من القواعد بتمشي مع المؤسسه بتاعتهم، لازم المؤسسه تمشي عليها، خلاص. يبقى انا هنا كده ابتديت احط لهم ايه، مجموعه قواعد لازم المؤسسه تمشي عليها. حلو كده، جميل جدا. يبقى دي كده اسمها تحديد الاسس والقواعد المحدده لاداء عمل المؤسسه. قال لحضرتك او بناء على القيم التي يقدمها الفيلسوف للقائمين على المؤسسه تم تحديد القواعد العامه اللازمه لاداء عمل المؤسسه. تمام، فهمناها؟ تمام. قال لحضرتك ثالث خطوه، اعمل ايه يا مستر بعد ما خلاص حطيت قواعد؟ انا لسه برضو مش ضامن، ولسه برضو ما حددتش معايير خاصه لكل مهنه. قلت له صح والله. قلت له امال ايه القواعد اللي انت حطيتها دي؟ ها انت بقى لو مركز قول لي ايه القواعد اللي هو حطها؟ احنا قلنا ان دي قواعد عامه على كل المهن في كل المؤسسات، دي بتبقى بناء على القوائم اللي منتشره في المجتمع، لكن انا عايز اكمل يا مستر واحط لكل مهنه حاجه مختلفه عن التانيين. قلت لك حاضر، عينيا الاتنين. قال لحضرتك ده هنا ابتدى يضع اساس ميثاق اخلاق المهنه كاطار مرجعي للمعايير. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ ابتدى يعني من الاخر يحط اللائحه بتاعت كل مهنه. شفت مش كل مهنه كده، اللائحه بتاعت المحاماه، اللائحه بتاعت التدريس، اللائحه بتاعت الطب، تبقى فيها قواعد وشروط ومعايير خاصه بالمهنه دي، خلاص. فالفيلسوف راح واسمع كده، راح لمهنه الطب، قال له خد بالك يا بتاع الطب، لازم يبقى عندك قيمه المنفعه، لازم يبقى عندك معيار المنفعه، ده مهم جدا في مهنه الطب. فبتاع الطب قال له ايوه، يعني اطبقه ازاي؟ الفيلسوف قال له تصدق مش عارف، بس طبق المنفعه وخلاص. قال له اطبقها ازاي؟ قال له مش عارف. قال له لا لما تعرف يبقى تعالى قول لي، مش هطبق حاجه. الفيلسوف قال ماشي. راح للمهندس قال له يا مهندس انت لازم يكون عندك امانه. يعني ايه؟ يعني حضرتك لازم ما توقعش برج مثلا، ولا لازم مش عارف ايه. قال له طب واعمل ده ازاي؟ قال له مش عارف بصراحه. قال له طب والتزم باللي انت بتقول عليه ده، اليات كيفيه ان انا التزم بيه ازاي؟ قال له بصراحه مش عارف. قال له لما تعرف يبقى قول لي، انا مش هلتزم بحاجه غير لما تقول لي ازاي. فراح للمحامي قال له يا محامي ده انت لازم تبقى نزيه، يعني لو شايف المتهم بتاعك عملها فعلا ما ينفعش تدافع عنه. قال له طب واعملها ازاي، او احدد بناء على انه هو فعلا عمل الجريمه دي؟ قال له بصراحه مش عارف. فالمهن كلها ابتدت ايه، انت يا فيلسوف بتقول لنا حاجات تقول لنا مش عارف اطبقها ازاي، طب لما تبقى تعرف بقى نبقى نطبقها. راح الفيلسوف قعد يفكر يفكر يفكر، يبقى ندي العيش لمين؟ لخبازه. يبقى انا وانا رايح للطبيب هاخد معايا واحد ايه؟ طبيب زيه. وانا رايح مع المهندس، وانا رايح للمهندس اديله معايير، اخد معايا مين؟ مهندس زيه. وانا رايح للمحامي اخد معايا مين؟ محامي زيه. طب حلو جدا. ليه يا مستر؟ اصل انا رحت دلوقتي للطبيب، لو رحت له لوحدي وقلت له التزم بالمنفعه يقول لي ازاي؟ فما عرفتش ارد عليه. لكن لو رحت له ومعايا دكتور زيه هيقول له طبق المنفعه في 1 2 3، ما تتدخلش في تخصص غير تخصصك، لو في حاجه انت مش فاهمها ارجع لطبيب تاني اللي بتاع نفس التخصص، اعمل كذا وكذا. ابتدى يشرح له ازاي يطبق المنفعه. طب يا مستر المهندس، رحت له بمهندس زيه، فقلت له خلي عندك امانه عشان ما توقعش البنى، وخلي عندك ضمير. فقال لي ازاي؟ وانا لوحدي ما كنتش عارف ارد عليه، لكن وانا معايا مهندس
ابتدى يقول له ابني بالمواد كذا، بلاش المواد التانية، الاسمنت ده نوعه افضل، الطوب ده مثلا ما بيقعش متماسك، الكلام ده كله. خلاص. رحت للمحامي قلت له اوعى تظلم، يعني لو شايف المتهم بتاعك او الموكل بتاعك هو فعلا ارتكب الجريمه ما تدافعش عنه، ما تحاولش تطلع حاجه زور. فقال لي طب انا اتاكد ازاي ان هو فعلا عملها؟ قمت جايب له محامي معايا، قال له لما تلاقي فيه كذا وكذا 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 يبقى هو عملها فعلا. سهله كده. يبقى هنا انا بحدد ميثاق كل مهنه على اساس ايه؟ على اساس ان انا كفيلسوف بتشارك مع عدد من المتخصصين في المهنه. اتفقنا كده يا معلم؟ والله العظيم بطريقه بسيطه جدا جدا. او عشان اعمل ميثاق خاص بكل مهنه اروح اخد بتاع نفس المهنه يعملها معايا يساعدني فيه. خلاص. رايح احط ميثاق للطبيب هاخد معايا طبيب زيه، رايح احط ميثاق للهندسه هاخد معايا مهندس، رايح احط ميثاق للمحاماه رايح اخد معايا محامي، هحط ميثاق للتدريس هاخد معايا مدرس. خلاص. عشان انا اقول له القيمه والتاني بتاع المهنه يقول له ازاي تطبقها. اتفقنا كده يا باشا؟ حلو قوي وبسيطه جدا. رقم 4، وطبعا دي بس غلطه مطبعيه في العنوان. خلاص. طبعا هي ايه؟ وضع اساس ميثاق اخلاق المهنه كانت متكرره هنا مرتين. خليني اكتب لك العنوان بتاعها هنا. طبعا دي مبادئ، العنوان ده اسمه مبادئ الالتزام الوظيفي والاداري. طبعا مبادئ الالتزام الاداري والوظيفي. يعني ايه بقى يا مستر؟ يعني الحمد لله على السلامه، احنا كده هنبتدي نلتزم. مش انت كفيلسوف حللت الواقع؟ عرفت القيم اللي منتشره فيه؟ بناء عليها عملت ايه؟ حددت قواعد للمؤسسات كلها والمهن كلها. طب وبعد كده قلنا لك عايزين معايير لكل مهنه لوحدها، قلت لنا عينيا، وقمت واخد متخصص من كل مهنه عشان يجي يساعدك في وضع الميثاق بتاع كل مهنه. حلو. احنا كده بقى الدور عليكم انتوا بقى. انا كفيلسوف هقول لكم الدور عليكم انتوا بقى، نفذوا بقى. ده انا شفت تعبت في قد ايه، عملت كام حاجه، نفذوا انتوا بقى. يبقى طبعا الخطوه الرابعه اللي هو قال لحضرتك ده يمثل الالتزام باخلاقيات المهنه، وهو المنتج النهائي لميثاق اخلاق المهنه، وهو الغايه النهائيه. يعني من الاخر اسمى غايه احنا عايزين نوصل لها من كل الكلام ده ان الموظف خلاص يلتزم باخلاق المهنه، ان المهني خلاص يلتزم باخلاق المهنه. تمام؟ يعني خلاص انا وضعت معايير للطب، خلاص الطبيب يلتزم بيه، وضعت معايير للهندسه المهندس يلتزم بيه، وضعت معايير للمحاماه والتدريس يلتزموا بيه. تمام؟ تمام. نقطة بسيطة وسهلة ايه والله العظيم. بص انا هتاخد منك حاجة. طيب يلا بينا ننتقل على النقطة اللي بعدها. قال لحضرتك بقى بعد كده عندنا شوية قيم كده لأخلاق المهنة. تعال نعرفها مع بعض على السريع. هي حاجات بسيطة جدا جدا جدا، مش مستاهلة أي حاجة منك. حضرتك بس اديني عقلك نص دقيقة، خلاص هنخلصها مع بعض على طول. يلا. قال لحضرتك طبعا احنا عندنا 7 قيم لأخلاق المهنة. كم قيمة؟ 7 قيم لأخلاق المهنة. ايه هما يا مستر؟ قال لحضرتك اول قيمه عندنا اسمها الامانه والنزاهه. الامانه والنزاهه. خلاص. الامانه والنزاهه يعني يا مستر، يعني من الاخر راعي ضميرك في كل حاجه. يعني خليك مستقيم، ما تفضلش تروح كده ولا تروح كده، ما تفضلش تلف وتدور على الحاجه. لو حضرتك ما حدش شايفك فربنا سبحانه وتعالى شايفك. لو ما حدش فاهم انت بتعمل ايه فربنا سبحانه وتعالى عارف اذا كنت بتتقي ربنا في شغلك ولا لا. خلاص. فقال لحضرتك مثلا ده الامانه والنزاهه معناها تطبيق القواعد والقوانين للحد من كل صور الفساد وتجنب تفضيل الجانب الشخصي. يعني حضرتك ما تفضلش مستني رشاوي ومستني هدايا ومستني حاجات عشان تمشي المصالح الناس، لا خليك امين. ما تاخدش حاجات مثلا، يعني ايه، تلاقي مثلا موظفين بعض الناس في السجل المدني الا ما رحم ربي طبعا، مش عارف عشان يخلص لك ورقه بسرعه هات مش عارف ايه كذا، هات الحلاوه، هات الشاي بتاعنا. فحضرتك ايه؟ تلاقي نفسك بتطلع فلوس وتديها له وهو حطها في جيبك. طبعا لعن الله الراشي والمرتشي. خلاص. يعني ربنا بيلعن الناس اللي بتدي الرشوه واللي بيرتشوا. يعني مش اللي بيرتشي بس، مش اللي بياخد الفلوس بس، لا ده حتى اللي بيديها له ربنا بيلعنه سبحانه وتعالى. خلاص. فاوعى في يوم من الايام تعمل كده. فقال لحضرتك ده في السجل المدني مثلا حاجه زي كده، بعض الموظفين يوم مش عارف هات قد ايه مثلا يحطه في جيبه يلا مشى لك المصلحه، لكن لو ما دفعتش لا خلاص مفيش مصالح هتمشي. روح لشباك بقى كذا. ومش شفت انت فيلم عسل اسود 5 دقايق يا مصري؟ خلاص. فطبعا هنا ده راجل عنده امانه ونزاهه؟ لا احنا بقى عايزين الراجل يكون عنده امانه ونزاهه. خلاص. ما يفضلش الجانب الشخصي. طبعا قال لحضرتك هنا تاني نقطه اللي هي احترام البعد الانساني. يعني يا مستر قال لحضرتك راعي كرامه وظروف الناس اللي شغاله معاك. ازاي يعني؟ يعني لو حضرتك مدير، انا مثلا اهو انا الراجل المدير عليهم في الشغل، حلو، فجيت مثلا للناس الاسيستنت او المشرفين اللي بيبقوا شغالين معايا،
قلت للمساعدين ايه؟ الراجل جه كلمني قال لي والله يا مستر ده انا عندي حاله وفاه مش هينفع معلش انزل الشغل بكره. قلت له مين اللي مات؟ خير. قال لي مش عارف حد من قرايبي. قلت له انا مالي وحاله الوفاه دي عندنا؟ انزل الشغل وبطل مرقعه. قال لي يا مستر بقول لحضرتك عندي حاله وفاه. قلت له انا مالي. طب حلو، هل انا كده راعيته؟ لا. واحد تاني عمل حادثه، فهو بيكلمني بيقول لي يا مستر والله ده انا عملت حادثه كبيره جدا جدا وما قادر حتى اقف على رجلي. قلت له انا مالي، ده يخصني في ايه؟ هو انا اللي خليتك تعمل الحادثه؟ قال لي يا مستر بقول لك عامل حادثه مش قادر اجي الشغل. قلت له لا ما يخصنيش. طب انا هنا راعيت معاناته؟ لا طبعا. فهنا طبعا كل ده حاجه اسمها احترام البعد الانساني، ان انا راعيت كرامته، احاسيسه، جسده، احترام معاناته وما يمر به من ظروف. لازم حضرتك دايما يبقى عندك مراعاه. من الاخر كلمه بسيطه جدا حضرتك عارفها وحافظها، لازم يبقى عندك تقدير. تقدير لايه؟ تقدير للناس اللي شغاله معاك. الناس دي ارواح، الناس دي بني ادمين. مش معنى ان انت مدير عليهم او ربنا موليك عليهم ان حضرتك تبقى عندك ظلم واستبداد بيهم. لا طبعا، الناس دي مش شغاله عندك. الناس دي حتى ولو شغالين تحت ادارتك، بس هل ده يديك المبرر ان انت تعاملهم زي الحيوانات؟ لا طبعا. الناس دي بني ادمين ارواح. حلو. قال لحضرتك عندك بقى القيمه الثالثه اسمها حريه التعبير. اسمها حريه الايه؟ التعبير. دلوقتي اللي حصل، واحد من المساعدين جه يتكلم معايا يقول لي يا مستر حضرتك هتعمل ايه في المراجعات؟ قلت له والله النظام بتاعنا هيبقى كذا كذا كذا، واستنى لما نعلن، انت بقى استنى لما نعلن عن نظام المراجعات هتلاقيه نظام يلم لك بص اللي ملمش. خلاص؟ تلاقيه نظام حرفيا ان شاء الله ايه تحفه. خلاص؟ المهم اكمل لك. فقلت له والله انا ناوي اعمل كذا 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 كذا. فقال لي ايه؟ قال لي والله يا مستر انا من رايي. قلت له ايه؟ من رايك؟ سمعني تاني كده، انت قلت من ايه؟ قال لي انا قلت من رايي. قلت له رايك؟ قال لي اه رايي. ايه المشكله يا مستر؟ قلت له ما شاء الله بقى ليك راي. طب الكلام ده طبعا انا رافض ان انا ايه؟ رافض ان حد يبقى ليه كلمه غير كلمتي، رافض ان انا اسمع من حد اصلا. يبقى الكلام ده انا هنا مش عايزه عنده راي، وده عكس اللي اخلاق المهنه عايزاه. اخلاق المهنه عايزه يبقى عندك ايه؟ حريه التعبير. الموظفين اللي معاك لازم عندهم حريه التعبير، لازم كل واحد يقول رايه، لازم نتناقش. فالكلام ده طبعا حريه التعبير يعني حريه الراي. لازم دايما يبقى فيه السماح بحريه الراي بدلا من الالتزام الصارم. يعني انا مثلا بدل ما اقول له الحاجه خلاص هو نفذها زي ما هي، لا، يبقى عندي مناقشه معاه. انت ايه رايك؟ وانت ايه رايك؟ انا رايي كذا، طب ايه رايكم يا شباب؟ من الاخر خليك ديمقراطي، اسمع من الناس كلها، في الاخر اعمل اللي انت عايزه. ماشي؟ قال لحضرتك بعد كده عندنا قيمه رابعه اسمها الاستقلال الذاتي، ودي بتقتضي ان الوظيفه يبقى فيها نزاهه وحياد، والشرط الاساسي لده هي الاستقلال الذاتي. طب يا مستر ايه اللي هيحصل لو عندي استقلال ذاتي؟ حضرتك طبعا ساعتها هتقدر تفكر بره الصندوق، هتقدر تجيب افكار جديده. لو حضرتك مستقل ذاتيا هتقدر تجيب افكار جديده. حلو. دلوقتي اللي حصل ايه؟ كنت بقول لعبده المساعد بتاعي والله يا استاذ عبده دلوقتي ايه رايك نخلي بعد العيد، بعد اجازه العيد، نخلي الطلبه عندهم امتحان. فقال لي ايه ده يا مستر؟ دي فكره كويسه جدا. فقلت له ولا يا عبده ما نخليش عندهم امتحان عشان هم لسه طالعين من العيد والعيال مش حلم الامتحانات. العيال ما رجعتش وكانوا بيعيدوا وبياكلوا الكحك وبتاع وبياخدوا العيديه، وكانوا مشغولين في الحاجات دي، فما نخليش عندهم امتحانات. فقال لي ما شاء الله يا مستر دي فكره هايله، دي فكره عبقريه، جبتها منين دي؟ فابتدى طبعا هنا عبده ايه؟ عبده بيطبل لي، عمال كل حاجه انا بقولها بيقول لي عليها صح. كل حاجه انا بقول هو عنده استقلال ذاتي وكمان ما عندوش شخصيه، صح؟ فالكلام ده كده عكس الاستقلال الذاتي. تمام؟ فطبعا الاستقلال الذاتي هو كده هيجيب فكر ابداعي؟ لا، ده يفضل ماشي ورايا طول العمر. لو قلت له يمين يمين، لو قلت له شمال شمال، لو قلت له تعالى ننط في البحر هينام. ما عندوش استقلال ذاتي. فهنا طبعا اخلاق المهنه عايزه تكسب حضرتك القيمه اللي هي بتاعت ايه؟ الاستقلال الذاتي لانتاج فكر ابداعي والقدره على حل المشكلات. قال له حضرتك عندك بقى الطاعة والمسؤولية. الطاعة اللي هي طبعا تنفيذ التعليمات وفق توزيع المسؤوليات. يعني أنا مثلا في الشغل 2 مساعدين معايا، فقلت المساعد ده هو المدير والمساعد ده مثلا هو اللي هيبقى مسؤول عن بقية الحاجات. خلاص؟ ده يعمل كذا وده يعمل كذا، ده يعمل كذا وده يعمل كذا. فطبعا كل واحد فيهم بينفذ الحاجات على حسب التعليمات اللي انا قايلها له، صح كده؟ ما فيش حد فيهم بيخش على شغل التاني. خلاص؟ طيب يبقى دي كده الطاعة. طب والمسؤوليه؟ حسب درجه حريه الفرد تكون مسؤوليته. يعني طبعا كل لما انا بأتيح لك صلاحيات جديده كل ما حضرتك بتبقى مسؤول عن حاجات زياده. يعني مثلا انا خليت واحد من المساعدين بتاعي مثلا مدير، خلاص، او خليته مثلا الناس الباقيه كلها شغاله تحت ادارته. تمام كده؟ طب حلو.
الراجل ده كل ما انا بديله حريه في التصرف زياده باجي احاسبه عليه. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا الراجل ده لو هو اللي ماسك الشغل او هو المدير، خلاص، يبقى هو اللي بيتكلم مع الناس اللي تحتيه، فالناس اللي تحتيه لو غلطوا احاسبهم هم؟ لا، هحاسبه هو. هيجي يقول لي طب ما مش انا اللي غلطت، هقول له انا مالي، انت مش انت المسؤول عنهم، يبقى انت اللي هتتحاسب. فكل ما انت اديت له صلاحيات اكتر كل ما هتزيد ايه؟ كل ما هتزيد مسؤوليته. خلاص. قال لحضرتك بعد كده عندي نقطة اسمها تغليب المصلحة العامة. طبعا حضرتك لازم دايما يبقى عندك تغليب المصلحة العامة اللي هي ايه؟ يموت تموت. اسمع كده، كان في قائد جيش في مرة بيقول للكتيبة بتاعهم ايه عشان يشجعهم كده، كان بيقول للكتيبة بتاعته: تموت كتيبة ويحيا وطن بأكمله. فاهم معناها ايه؟ يموت كتيبة او تموت كتيبة واحدة، كتيبة مع ان في عددها كبير، بس تموت كتيبة واحدة من جيش ويعيش وطن كامل. ان احنا نضحي بنفسنا عشان خاطر مصلحة الايه؟ مصلحة الكل. يبقى مين اهم، مصلحة الفرد ولا مصلحة الكل؟ طبعا مصلحة الكل. دي اسمها تغليب المصلحة العامة. قال لحضرتك دي من حيث انها قيمة قانونية، وهي الهدف الذي يتوجه اليه كل نشاط مهني او اداري، ان احنا كلنا بنشتغل لمصلحة المؤسسة. خلاص؟ يعني احنا لو هننجح كلنا مع بعض، مفيش واحد فينا بس اللي بينجح. تمام؟ قال لحضرتك بعد كده عندي نقطة بعنوان الشفافية والمساواة. الشفافية معناها ان حضرتك تبقى واضح، جاية من كلمة شفاف. خلاص؟ فطبعا معناها ان حضرتك تبقى واضح. يعني مثلا طالب مثلا عندي جاوب صح، فلو كافئته هقول له خد تعالى اما اكافئك بره، بيني وبينك كده ادي لك شهاده تقدير في السكرتة. ايه يا عم ده؟ ما تكافئه قدام القاعه كلها عشان الناس كلها تتحمس وتعمل زيه. لكن لو طالب تاني غلط يتنفخ، بس برضه لوحده لا، قدام القاعه كلها. طب قدام القاعه كلها ليه يا مستر؟ قال لحضرتك قدام القاعه كلها عشان يبقى عبره للباقي، عشان اللي يفكر بس تاني ما يذاكرش. خلاص؟ يبقى ده جزاؤه، ذاكر بقى واتقي الله. ماشي؟ فقال لحضرتك طبعا دي الشفافيه. طب المساواه يا مستر؟ قال لحضرتك دي معناها عدم التمييز في المعامله. عدم التمييز في ايه يا مستر؟ في المعامله. يعني ايه؟ يعني عامل ده زي ده، ما تميزش حد عن حد، ما تخليش في محسوبيه ووساطه واللي هو ايه، تمشيها كده. اتفقنا؟ خلص درس اخلاق المهنه، او خلص الجزء الاول من الوحده الثانيه في الفلسفه. بسيط وسهل جدا جدا جدا. لو في اي تفصيله ضايقتك فيه ارجع عيدها تاني. حرفيا يعلم ربنا سبحانه وتعالى ان احنا جبناها لك بابسط شكل ممكن. خلاص؟ باذن الله حضرتك تكون فهمتها وسجلت ورانا اي ملحوظه حضرتك بتلاحظها. تعالى كده معايا ونخش على الدرس الثاني اسمه التفلسف وعلاقته بالقيم. طبعا حضرتك خليك عارف ان الدرس ده منقسم لثلاث اقسام. كم قسم؟ ثلاث اقسام او ثلاث عناوين. الاول هناخد التفلسف، بعد كده هناخد القيم. اهو مش هو الدرس اسمه التفلسف وعلاقته بالقيم؟ الاول هناخد التفلسف، بعد كده هناخد القيم، بعد كده هناخد ايه العلاقه بينهم. حلوه كده وبسيطه؟ حلوه جدا. قال لحضرتك بقى واحده واحده كده نبتدي بالتفلسف. سمي الله. قال لحضرتك الاول تعالى نعرف يعني ايه تفلسف. احنا بقى لنا اهو يعتبر خلاص هنختم السنه دي، وهيبقى بقى لنا ترم ونص مثلا بناخد فلسفه اهو. عايز بقى اعرف انا ابقى شخص فيلسوف ازاي. لحد دلوقتي انا ما عرفتش. انا عرفت يعني ايه فلسفه، وعرفت الفلاسفه عملوا ايه، وعرفت الاخلاق، وعرفت الفلسفه التطبيقيه، وعرفت كل الكلام ده. انا عايز اعرف الفلاسفه بيبقوا فلاسفه ازاي. انا معجب بيكوا يا فلاسفه، عايز اخش في وسطكم ازاي ابقى فيلسوف. طلع واحد اسمه جوزيا رويس، والاسم ده مش عليك. طلع واحد اسمه جوزيا رويس وقال لك يعني ايه كلمة تفلسف. التفلسف هو نشاط فكري يتناول حقائق الحياة باستخدام النظرة النقدية الفاحصة بدلا من قبول الامور على علتها. يعني ما تقبلش الحاجة زي ما هي. اقول لك على حاجة تلخيص للكلام العربي ده كله من الاخر، مش كل ما اقول لحضرتك حاجة تصدقها، روح على الدليل الاول بعد كده صدقها. يعني لو قلت لك الاهرامات في القاهرة، لا ما تصدقنيش، روح على الدليل الاول هتعرف ان هي في الجيزة وان انا راجل بكذب عليك. على سبيل المثال الناس اللي ليها في الكوره شويه، جيت قلت لك ده برشلونه خد بالك الحق برشلونه صعدت نهائي دوري الابطال، فحضرتك قلت لي بجد يا مستر وابتديت تصدقني. هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش. هتقول لي ايه الدليل؟ وريني موقع، وريني ما يثبت. خلاص؟ فاي معلومه دايما اي حد يقولها لك ما تتعودش ان انت تقبلها زي ما هي، لا فكر فيها الاول، افحصها الاول من الاخر بالبلدي كده زي ما احنا بنقولها. ما تبقاش ودني. يعني ايه ودني؟ يعني بتسمع وبتنساق ورا اي حاجه. لا، اتأكد الأول، خلي عندك رؤية، خلي عندك وجهة نظر، خليك صاحب رؤية نقدية. خلاص؟ النقد ده اللي هو الشك في كل شيء لحد ما اجيب دليل اتأكد منه. يا كذبه بقى بعد كده يا صدقه على حسب الدليل. اتفقنا؟ اتفقنا. ده كده معنى التفلسف، تفكير نقدي أو فحص.
قال لحضرتك والتفلسف ليه أهمية كبيرة جدا 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 في حياتنا. طبعا دي الفلسفة. ايه أهمية بقى التفلسف أو الفلسفة بشكل عام؟ قال لحضرتك هنحاول نلخصها لك، هي طبعا مهمة في كل جوانب الحياة، بس هنحاول نلخصها لك في 3 نقط. أول حاجة طبعا بيجعل أو بينتج لك عقول ناضجة واسعة الأفق. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي بني آدم في أولى ثانوي، طالب في أولى ثانوي، ما ينفعش حضرتك تبقى لسه بالتفاهة بتاعت الطالب مثلا بتاع ابتدائي ولا اعدادي، ما ينفعش بأي شكل ممكن، ما ينفعش. حضرتك دلوقتي المفروض تبتدي تنضج. انت باقي لك ان شاء الله سنتين وتبقى في ثالثه ثانوي. يا سيدي ليه سنتين؟ باقي لك 3 سنين وتبقى في جامعه ان شاء الله. ده انت خلاص مش 3 سنين ولا حاجه، ده انت ثانيه وثالثه وهتبقى في جامعه. متخيل؟ فانت دلوقتي هنا المفروض بقى خلاص تحط حد للتفاهه ده. خلاص ما تخليش كل همك في الحياه ان انا اخرج واتصور واهزر والحق مين نزل ايه واتابع مشاهير التيك توك ما تخليش دي حياتك، ما تخليش حياتك تافهه وفارغه، لا طبعا، خلي حياتك ليها قيمه، خليك واعي وناضج. يعني مثلا مش اثناء ما اخواتنا مثلا في فلسطين اللي بيحصل فيهم والدم والكلام ده كله، حضرتك في الاخر خالص تروح بهزار وبان حضرتك ايه، بقولكش اقلبها عزم وبقولكش اقلبها بنح، بس على الاقل جدا خليك متضامن معاهم شويه. خليك على الاقل احزن على اخواتك، دول زيهم زيك. تخيل ان انت لو انت اللي كنت مكانهم، ما تبقاش تافه. خلاص خلي عندك وعي ونضج، خلي عندك ثقافه، اقرا كتير. خلاص الناس اللي بتقرا كتير والناس اللي بتهتم بتعليمها والناس اللي بتهتم بالثقافه اللي عندها، هي دي الناس اللي في الاخر بتطلع مهندسين ودكاتره واطباء وفلاسفه. خلاص فطبعا هنا التفلسف عايز يخلي حضرتك عقلك ناضج، عايز يخلي حضرتك عقلك واسع الافق، عندك ثقافه واسعه. فالكلام ده طبعا هو اللي بيعمله التفلسف. طب تاني حاجه يا مستر، قال لحضرتك تاني حاجه يكسب الفرد المرونه الفكريه. يعني ايه؟ يعني بيحررك من التعصب. عارف يعني ايه التعصب؟ ان انا منحاز لفكره ومش راضي اغير وجهه نظري عنها باي كان الشكل. خلاص فبيحرر حضرتك من التعصب. يعني مثلا لو انت مسلم ما تبقاش متعصب ضد المسيحي. هو مش انت اللي هتحاسبه ومش هو اللي هيحاسبك. مالكش دعوه مؤمن بايه، معتقد في ايه. ولو انت مسيحي نفس الكلام، مالكش دعوه بالمؤمن او المسلم. خلاص دلوقتي كل واحد فينا ربنا اللي هيحاسبه سبحانه وتعالى. خلاص انت تعايش معاه بس. وسواء انت لو مسلم، دينك بيأمرك بعدم التعصب، ودينك بيأمرك ان انت ما تشتمش في دين تاني. خلاص فالكلام ده طبعا كله بيحررنا من التعصب. وطبعا الدين سبق الفلسفه بمراحل في الموضوع ده. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى اتكلم كتير عن في القرآن الكريم ان احنا ما نكونش متعصبين، ان احنا نمشي بمبدأ الشورى، ان احنا نتعاون نتكاتف. وطبعا الموضوع ده ظهر بشكل في مصر تحديدا، ظهر في ثورة 19 اللي هي طبعا الثورة اللي كانت ايام سعد الزغلول. خلاص دي كانت ابرز مشهد يظهر فيه المصريين متحدين، اللي هو مسلم ومسيحي. كان تلاقي لحد ما يبقى المسيحي رافع الهلال الاسلامي والمسلم رافع الصليب المسيحي. تخيل بقى لدرجه ايه؟ المسلم رافع ده والايه والمسيحي رافع ده. متخيل التعاون اللي كان بينهم. فطبعا ساعتها كنا متحررين من التعصب، كنا كلنا ايد واحده كتف في كتف. خلاص طيب الكلام ده طبعا هي اللي الفلسفه عايزه تخلي حضرتك فيه، وعايزه كمان تحررك من السلبيه واللامبالاه. ما تخليش عندك تباطؤ كده، ما تخليكش عيل سامج كده، ما تخليكش عيل عندك لا مبالاه كده. يعني في عيل مثلا تيجي تقول له ايه يا ابني ذاكر عشان تطلع مثلا مهندس دكتور اي مكانه مرموقه، يقول لحضرتك ايه مش فارقه يعني في الاخر خالص كلنا بشر. تقول له يا ابني عايزين نفرح بيك تبقى حاجه في مشرفه في البلد، يقول لك لا ده انا بشرف نفسي بنفسي، ده انا مش بالتعليم، ده مش عارف ايه والكلام الخايب ده. طب ده لا طبعا مش صح. ده راجل عنده لا مبالاه وراجل عنده سلبيه، اخرك يا في البيت يا سواق توك توك يوم ما تترقى. خلاص فطبعا الكلام ده طبعا ما ينفعش حضرتك ان انت ايه تمشي بيه. لازم حضرتك طبعا يكون عندك مرونه فكريه وتتحرر من السلبيه واللامبالاه، وهو ده اللي التفلسف عايزك تعمله. قال لحضرتك طبعا بعد كل ده نتيجة طبيعية جدا ان الشعب لو التزم او الامة لو التزمت بده، متخيل امة ما فيهاش تعصب، امة عقولها ناضجة، امة متحررين من السلبية واللامبالاة اللي عندهم. خلاص امة ملتزمين بان هم دايما يتثقفوا ويتعلموا والكلام ده كله. متخيل بعد كل ده النتيجة الطبيعية اللي هتبقى ايه؟ طبعا ان هو التفلسف سبيل لنهضة الامة هتنهض وتتقدم طبعا. خلاص متخيل يعني فيهم كل المزايا دي، ايه اللي هيجرى؟ خلاص هيتقدموا وهيبقوا افضل امة في العالم. تمام حلو.
تعالى كده نروح مع بعض لجزئية بعنوان معوقات التفلسف. يعني ايه يا مستر معوقات التفلسف؟ يعني الحاجات اللي بتخلي حضرتك ما تقدرش تتفلسف من الاخر. خلاص، الحاجات اللي بتخليني ما اقدرش اتفلسف. وتعالى كده ناخد معوقات التفلسف على الوايت بورد. خلاص اهو العنوان اهو، معوقات التفلسف. يا مستر يعني ايه معوقات؟ يعني جايه من كلمه عائق، حاجات بتعيق التفلسف، بتخليك ما تقدرش تتفلسف. عندنا 3 بيئات طبعا بتمنع وبتعوق التفلسف، هم بيئه اسريه. يا مستر الاسره هتخليني ما اتفلسفش بطريقه معينه. وعند حضرتك بيئه تعليميه، ودي خد بالك بسميها اسم تاني بقول عليها تربويه. خلاص، وعند حضرتك بيئة تالتة اسمها بيئة إعلامية. بيئة إيه؟ إعلامية. واحدة واحدة بقى كده وتعالى نفهم مع بعض إيه الفرق اللي ما بينهم. قال لحضرتك البيئة الأسرية، إزاي بابا وماما ما يبقوش عايزين نتفلسف يعني؟ لا طبعا. قال لحضرتك البيئة الأسرية اللي لا تسمح بيها مستر بالحوار. عارف يعني إيه؟ يعني حضرتك جيت تقول رأيك في البيت، قال لك انت مين عشان تقول رأيك؟ انت لسه حتة عيل هتقول رأيك؟ يا بابا طب انا كبرت. وكل مرة بقى يا بابا طب انا كبرت على ابوك هتقول لي رأيك مش عارف ايه؟ لا ما ينفعش. طب هنا الأسرة اللي ما بتسمحش بان الأطفال او الأولاد او الأبناء يقولوا رأيهم، يعبروا عن نفسهم، دي كده بتسمح بالتفلسف؟ لا طبعا، دي بتربي على التعصب، دي بتربي على الديكتاتوريه، وده عكس اللي احنا لسه قايلينه في التفلسف. يبقى هنا كده البيئه دي ما بتسمحش بالتفلسف. البيئه الاسريه دي كده بيئه اسريه خاطئه لا تسمح بالتفلسف، اللي هي ما بتسمحش بالحوار طبعا وما بتسمحش بالمرونه الفكريه. عند حضرتك بعد كده بيئه تعليميه، وبنوصفها بان هي تربويه. عارف يعني ايه بيئه تعليميه؟ يعني المدرسه او الجامعه. خلاص، ولا اغلب المدرسه يعني. قال لحضرتك بيئه تعليميه تقوم على الحفظ والتلقين والاستصهار. يعني ايه يا مستر كل الكلام ده؟ يعني بدل حضرتك ما تفهم الحاجة، المدرسة معتمدة على ان انت بتحفظ. زمان في النظام القديم، اللي هو قبل نظام الأسئلة ده، كان الطالب ايه اللي بيحصل؟ يخش يحفظ كلمتين، يلا هوب دب دب طخ، ارزعها في الامتحان، الموضوع خلص. بس كده؟ بس كده. طب الطالب اول ما يخرج من الامتحان، والله اول ما يخرج، يا ابني انت كنت بتمتحن في ايه؟ مش فارقه بقى خلاص، ما احنا امتحنا يا راجل، بتدقق في ايه؟ لكن اقول لك على حاجه، النظام الجديد اللي هو ده، وعلى فكره النظام اقسم بالله العظيم بحق يا ربنا سبحانه وتعالى، والله نظام هايل في الاسئله. ليه؟ لان السؤال معتمد على الفهم. انت لو مش فاهم والله هتفضل تتنطط ما هتجيب الاجابه الصح. ما يغركش ان هو اختياري والكلام من ده، لا. لو فضلت تتنطط وانت مش فاهم السؤال والله ما هتجيب الاجابه الصح، ولو جبتها تبقى صدفه، انت مش فاهم اصلا هي ليه. خلاص؟ فقال لحضرتك طبعا البيئه اللي بتقوم على الحفظ والتلقين دي ما بتشجعش التفلسف. امال ايه يا مستر الصح ان الحاجه تقوم بالفهم مش بالاستصغار اللي هو التسميع يعني، وان احنا نفضل نكرر ونعيد ونزيد وخلاص. خلاص؟ قال لحضرتك عندنا بقى بعد كده حاجه اسمها بيئه اعلاميه. البيئه الاعلاميه دي يا مستر اللي هي ايه؟ القنوات والفضائيات والحاجات دي. ازاي يا مستر ممكن تعوق التفلسف؟ قال لحضرتك البيئه الاعلاميه، اسمع مين فيهم اللي بتعوق التفلسف، اللي هي طبعا ايه؟ البيئه الاعلاميه التي لا تؤمن بتعدد الحقيقة. يعني ايه يا مستر؟ واحدة واحدة كده. دلوقتي حضرتك فتحت قناة مؤيدة مثلا للنظام او مؤيدة للبلد او الحكومة او الكلام ده كله، هتلاقي 24 ساعة بيشكر لك في اي حاجة. يعني مثلا جرب كده تفتح MBC مصر قناة الحكاية، برنامج الحكاية، هتلاقي الاستاذ عمرو اديب بيعمل ايه؟ ياه ما شاء الله بنينا رصيف. يا اخي طب ما في رصيف اصلا يعني ده الطبيعي ان انت يبقى عندك رصيف، امال الناس هتعدي من ايه؟ طب اسمع يقول لك ايه؟ ما شاء الله عندنا اتحاد كوره، ده احنا عايشين عيشه مرفهه جدا. امال احنا كنا بنلعب كوره ازاي؟ يعني الانديه والدوري المفروض يقوم ازاي في مركز شباب؟ طب ما تفهمش، هتلاقيه منبهر باي حاجه وبيطبل لاي حاجه وبيقول لك على اي حاجه حلوه 24 ساعه.
خلاص. طب والسلبيات؟ ما فيش سلبيات. سلبيات ايه اللي في البلد؟ ده النظام زي الفل، ده كل حاجه كامله في البلد عندنا. تقول له ماشي، يعني هتقول ايه؟ تيجي بقى الناحيه الثانيه القناه معارضه، تلاقيها هاريه البلد، ده كذا 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 كذا، ده تخلت الحكومه المصريه عن القضيه الفلسطينيه، مع ان الحكومه المصريه ولا تخلت ولا نيله، ده احنا اكتر ناس بتدعمهم في الدنيا. ربنا طبعا يعفو عنهم ويزيل عنهم الازمه. خلاص. فطبعا ايه، تلاقي القنوات المعارضه عمالين يطلعوا لك عيوب وسلبيات 24 ساعه في البلد، اي حاجه بيقولوا عليها عيوب وسلبيات، مش معترفين باي حاجه مميزات. فطبعا تيجي بقى مداخلات للبرامج دي. اسمع، لو في البرامج المؤيده وحد اتصل بس يقول رايه في عيب واحد، تيك، للاسف لانقطاع الخط، للاسف الخط فصل وده قفل معانا وبتاع. طب تيجي القناه معارضه حد اتصل يأيد ويقول لهم لا يا جماعه البلد كويسه والبلد كذا وكذا وكذا وعندنا مميزات كذا وكذا وكذا، تلاقيهم ايه برضه تيك، انا اسف لانقطاع الخط. طب هي دي كده قنوات اعلاميه بتسمح بالحوار، او بتسمح عفوا بتعدد الاراء وتعدد طرق الوصول للحقيقه؟ لا طبعا. ده هم شايفين ان الحاجه واحده بس، شايفين وجهه نظر واحده بس. لو حد اتصل بيهم قال لهم وجهه نظر غير كده، يقولوا لا انت ما بتفهمش حاجه، يا اما اقول لك على حاجه بيقطعوا الاتصال في وشه زي ما لسه قايل. فهل دي قنوات او فضائيات او وسائل اعلاميه يعتمد عليها في ان هي تقود للتفلسف؟ لا طبعا، دي بتمنع التفلسف. فعشان كده دايما لازم وسائل الاعلام يكون فيها ايه؟ تعدد طرق الوصول للحقيقه. تعالى كده نرجع لملزمتنا. طبعا خلصنا خلاص، عرفنا ان هم بيئه اسريه، اعلاميه، تعليميه طبعا، والتعليميه سميناها ايه؟ تربويه. بعد كده احنا كده خلصنا يا شباب جزئيه التفلسف. انا قلت لك هي ايه منقسمه عندنا لكام نقطه؟ 3: التفلسف والقيم وايه العلاقه بينهم. احنا كده خلصنا منهم نقطه اللي هي التفلسف. ركز معايا بقى في اللي جاي. قال لحضرتك بقى تعالى كده وامسك لي الجزئيه بتاعه القيم، وهي دي بس الجزئيه بتاعه القيم، خد بالك. بعد كده بقى نبتدي نخش في العلاقه بينهم. قال لحضرتك ده خد بالك ان القيم ده مبحث اصلا في الاساس اسمه الاكسيولوجيا، وهو احد المباحث الرئيسيه في الفلسفه، يضم 3 قيم مطلقه اللي هي المثل العليا، اللي هي طبعا حق وخير وجمال. والكلام ده حضرتك خدته على فكره في الترم الاولاني، ايام ما كنا بنقول ايه، فاكر لما كنت بقول لحضرتك ده انت عندك 6 مباحث للفلسفه، 3 منهم رئيسيه اللي هي الاساسيه، و3 منهم فرعيه. اركن الفرعيه دلوقتي، مش محتاجها خالص. ال3 الاساسيه اللي هم ايه؟ اللي هم طبعا الانطولوجيا اللي هي مبحث الوجود، الابستمولوجيا اللي هو مبحث المعرفه، والاكسيولوجيا هو ده اللي احنا بندرسه هنا اهو، الاكسيولوجيا اللي هو مبحث ايه؟ القيم. خلاص. فمبحث القيم ده طبعا قال لحضرتك ده بيضم 3 قيم مثل عليا اساسيه، اللي هي طبعا الحق والخير والجمال، وحتى دول كنا اخدناهم الترم اللي فات بشكل تفصيلي. هنا بقى هو بيقول لحضرتك، هنا كان بيعرفك بس اسم القيم. طب يا مستر كلمه الاكسيولوجيا ممكن تيجي لي؟ السؤال اللي يجي لك فيه انطولوجيا، ابستمولوجيا، اكسيولوجيا، على ضمانتي اختار اكسيولوجيا، مش هتبقى الاجابه غير كده. يعني السؤال اللي بيسالك فيه هي انهي مبحث او القيم بتنتمي لانهي مبحث، مستحيل يبقى حاجه غير الاكسيولوجيا. اتفقنا؟ معنى القيم ايه؟ مستحيل يبقى حاجه غير الاكسيولوجيا. اتفقنا يا سيدي؟ اتفقنا. قال لحضرتك بعد كده، بعد ما عرفنا معنى القيم، تعالى كده نفهم ايه طبيعه القيم. وطبيعه القيم اسمح لي ما ناخدهاش في الجدول ده، تعالى ناخدها في الجدول بتاع الوايت بورد الجميله بتاعتنا كده، ونفهم ايه الفرق بينهم. تعالى يا سيدي عند الوايت بورد هنا ونشوف، خلينا كده نشوف ايه الفرق بين، طبعا هنا العنوان كان طبيعه القيم. طبعا الاراء انقسموا لوجهتين نظر، فمنهم من راى ان القيم نسبيه ذاتية، ومنهم من رأى أن القيم موضوعية مطلقة. لا واحدة واحدة بقى كده يا مستر، عشان ايه الموضوع شكله موضوع كبير. والله ولا أي حاجة، مش هتحس بحاجة، ركز بس معايا ومالكش دعوة. يعني ايه يا مستر القيم نسبية ذاتية، ويعني ايه موضوعية مطلقة؟ واحدة واحدة. كلمة نسبية ذاتية يعني القيم متغيرة، يعني القيم مش ثابته على حاجه، يعني القيم في حاجات بتقول ان هي قيمه وفي حاجات بتقول ان هي لا، ليها حالات وحالات لا. يعني القيمه الواحده ممكن تبقى قيمه وممكن تبقى لا، دي كده معنى ان هي متغيره. لكن هنا بقى موضوعيه مطلقه، هنا يعني القيم مالها ثابته. خلاص. تعالى كده بس ايه نمسح دي اهو، ثابته.
خلاص يا سيدي. يعني ايه؟ يعني رحت جيت هناك شمال يمين هي نفس القيمه، هي القيمه هي ليها حاجه قيمه في حد ذاتها. خلاص، وهنفهم ده دلوقتي. الفريق ده قال لحضرتك ان الحاجه قيمتها بتختلف على حسب ايه بقى يا مستر؟ قال لحضرتك على حسب كل زمان. يعني زمان الحاجه كانت قيمتها غير دلوقتي. فمثلا ممكن تبقى الطباشيره كان ليها قيمه زمان بس دلوقتي ليها قيمه؟ لا. واحنا دلوقتي لسه عندنا جو السبوره السوداء والطباشير والطباشير الملون بقى والكلام ده؟ لا خالص. ده احنا دلوقتي عندنا سبورات بيضاء واقلام سبوره اللي هي العاديه، واتطورنا اكتر كمان لدرجه اهو السمارت بورد. خلاص، فما بقيناش حتى السبوره العاديه ساعات ما بقيناش نحتاجها. خلاص. فقال لحضرتك ايه؟ دي كده القيم نسبيه، ان الحاجه قيمتها بتختلف. طب يا مستر دي كده بتختلف على حسب الزمان، طب وعلى حسب المكان، وعلى حسب اللذه، على حسب ايه تاني؟ ممكن القيمه اقول عليها ان هي حاجه ليها قيمه لو بتحقق لي منفعه، لكن لو ما بتحققليش منفعه ملهاش قيمه. يعني مثلا القلم ده بيحقق لي منفعه، يبقى انا كمدرس هقول لي قيمه. لكن حضرتك القلم بتاع السمارت بورد بيحقق لك انت منفعه؟ لا، انت ما بتستعملوش اصلا وما بتحتاجوش، يبقى بالنسبه لك ملوش قيمه. صح؟ ده كده كان الفريق اللي شايف ان القيم نسبيه ذاتيه. والفريق ده انحاز له بعض العلماء كان اساميهم، اول طبعا شويه علماء كان اسمهم كونت، عالم اجتماع اسمه اوجست كونت، وعالم اجتماع تاني برضو صاحبه اسمه ايميل دوركايم. الناس دي يا سيدي كانوا علماء اجتماع، فقالوا لحضرتك ان المجتمع هو مصدر القيم. ودي نقطة خطيرة جدا 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 ومسألة محتاجين نفهمها. يعني ايه يا مستر المجتمع مصدر القيم؟ تعالى كده نفهم اهو. قال لحضرتك المجتمع مصدر القيم. يعني ايه يا مستر؟ يعني على حسب كل مجتمع بيعترف بده ليه قيمة ولا لا. برضو يا مستر معلش فهمني اكتر شوية. قال لحضرتك يعني احنا مثلا عندنا في مصر، تمام، زينة رمضان ليها قيمة ولا لا؟ طبعا ليها قيمة. فانوس رمضان ليه قيمة ولا لا؟ طبعا ليه قيمة. طب مثلا عند الغرب اللي ما يعرفوش اصلا يعني ايه رمضان، خلاص، بالنسبة لهم الفانوس ده ليه قيمة؟ بالنسبة لهم حتة خردة، لو حطيت جواها لمبة بتنور يلا ماشي وخلاص وبتاع، لكن بالنسبة لهم حاجة مش أساسية. طب بلاش، حضرتك عندك هنا في مصر عندك بعض المعتقدات ليها قيمة جدا، خلاص، زي مثلا مش عارف لا طبعا حتة الشرف، حتة مش عارف كذا. لكن هناك في امريكا عندهم القيمة دي؟ لا طبعا. ده بالنسبة لهم هناك مش عارف اختي مصاحبة واي نوت، طالما ان بابليك وما فيهاش فيلينج يبقى سو وات. هم ده عندهم كده النظام في امريكا. طب هل القيم هنا واحدة؟ لا دي مش واحدة. فعشان كده كونت ودوركايم هم كانوا علماء اجتماع، فطبيعي جدا هيهتموا بمين؟ بالمجتمع. سندوتش جبنه يبقى فيه مربى يبقى فيه جبنه برضه. خلاص. قال لحضرتك كونت ودوركايم علماء اجتماع، يبقى يهتموا بمين؟ مجتمع. علماء اجتماع يهتموا بمين؟ بالمجتمع. فقال لحضرتك المجتمع هو مصدر القيم، يعني على حسب كل مجتمع القيم بتاعته بتختلف. يبقى القيم ده اكبر دليل عن ان القيم مالها ذاتيه متغيره. اهو هم كانوا مع الراي ده. خلاص. طلع بعد كده علماء تانيين وقالوا لهم تصدق صح، بس احنا هنجيبها من نقطه تانيه. ايه هي؟ قال لحضرتك ده كان عالم اسمه جيروم بنتام، مش باتمان يا ابني، بنتام. خلاص. جيروم بنتام. ومين تاني يا مستر؟ وجون ستيوارت ميل. جيروم بنتام وجون ستيوارت ميل. تمام؟ حلو. الاتنين دول عملوا ايه يعني يا مستر؟ قال لحضرتك ده الاتنين دول قالوا لك اسمع، ان قيمة الفعل تتحدد حسب نتيجته. ان قيمة الفعل مالها يا مستر؟ بتحدد حسب نتيجته. يعني اسمع المثال ده، المثال ده هو بالظبط اقرب حاجة تقول الرأي بتاعها. حضرتك دلوقتي وانت معدي في الشارع كده شفت متسول قاعد وبيقول لك حاجة لله وبتاع مش عارف ايه، طلعت حضرتك من جيبك فلوس وساعدته بيها. بعديها انت رحت كده ايه، بعديها بيومين كده رحت كافيه وبتاع ومش عارف ايه، فلقيت جوه الكافيه ده مين؟ الراجل المتسول اللي انت لسه مساعده من يومين. ولقيته بقى لابس ومتشيك ومش عارف ايه والبرفان والتسريحه والسشوار ومش عارف. فقلت ايه ده؟ هو مش ده اللي انا لسه مساعده من يومين؟ فسالت عنه، قلت له مين ده؟ قال لك يا عم ده بيجي الكافيه كل يوم.
قلت له ده انا لسه مساعده اول امبارح. قال لك ما هو بيعمل كده، بس هو في الحقيقه اصلا يا فندم ما تاخذنيش يعني، هو اغنى منك، اللي انت ساعدته ده هو اغنى منك. فانت قلت يا ابن اللذينه واتعصبت ومش عارف ايه، انا ازاي اساعده ويا ريتني ما كنت ساعدته. وانت ابتديت ندمت على ان انت ساعدته. ليه؟ لان انت حسيت ان فعلك هنا ملوش قيمه، اصل ده ما طلعش محتاج بجد. خلاص. لكن طبعا يعني على جنب بقى، خلاص خليها دي حاجه ليك انت. طبعا حضرتك لو رحت تساعد حد متسول اصلا في الاساس، لو رحت تساعده وهو طلع بينصب عليك او بيشتغلك او هو اصلا مش محتاج بس بياخد فلوس وخلاص، خلاص دي طبعا ربنا يحسبها لك اجر وثواب، لان ربنا طبعا انما الاعمال بالنيات. حضرتك نيتك ان انت تصدق فخلاص اتكتبت لك اجر، ايا كان بقى ده غني ده فقير، ان كتب لك اجر خلاص ان انت تصدقت، لان طبعا الاعمال بايه؟ بالنيات. بس حضرتك هنا حسيت ان الموضوع يبقى هي ما كانش ليها لازمه بقى ان انا اتصدق عليه او اديله فلوس، ده طلع اغنى مني. فطبعا هنا قيمه الفعل تتحدد حسب نتيجته. طب يا مستر مثال كمان، انا دلوقتي عملت خير بس للاسف عملته مع حد ما يستحقوش فردهولي بشر، ما ردهوليش بخير، يبقى ده جاب لي حاجه كويسه؟ لا، ده ما جابليش حاجه كويسه، ده انا عملت حاجه وتردت لي بشر، يبقى الحاجه دي بالنسبه لي ايه؟ لا قيمه لها. مع ان برضه في القران الكريم وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان انت لازم دايما تعمل الخير، خلاص، حتى ايا كان بقى النتيجه، ايا كان استعوض ربنا فيها. على راي المثل كده، اعمل خير وارميه البحر، ما تستناش منه نتيجه. لكن هم كانوا بيقولوا لحضرتك ان قيمه الفعل بتتحدد حسب نتيجته، يعني لو الفعل ده حقق لي منفعه يبقى الفعل ده كويس، لو ما حققليش منفعه يبقى هو ملوش قيمه. خلاص. ده كان وجهه نظر طبعا العالم جيروم بنتام وجون ستيوارت ميل. لكن كونت ودوركايم كانوا شايفين ان المجتمع هو مصدر ايه؟ القيم. هنا طبعا بقى العكس تماما، الراي الثاني اللي هو ان القيم موضوعيه مطلقه ثابته لا تتغير. واحده واحده بقى كده يا مستر واشرح لي الراي ده. الراي ده بقى كان في اتنين. قال لحضرتك احنا عندنا جدك ارسطو، طبعا انت عرفت من كلمه جدك دي، انت عرفت ان انا هتكلم على ارسطو. وعندك جدك واحد كمان اسمه ميسكوي، مش نسكويك، ركز معايا وبطل تفاهه، اسمه ميسكوي. خلاص، ميسكوي. طب حلو، الاتنين دول بقى كانوا شايفين ايه؟ قال لحضرتك الفعل هو ليه قيمه في حد ذاته، القلم ليه قيمه في حد ذاته، القميص ليه قيمه في حد ذاته، سواء انت لبسته ما لبستوش، سواء استعملت القلم ما استعملتوش، سواء انت عملت الفعل ما عملتوش، سواء الفعل عملته وجاب لك نتيجه ما جابلكش، هو كل حاجه ليها قيمه في حد ذاتها. خلاص. قال لك كل حاجه ليها قيمه في حد ذاتها. فدايما كان ارسطو يقول لحضرتك ايه؟ ارسطو كان دايما متاثر اصلا بفلسفه سقراط وافلاطون، ودول الناس اصلا اللي كانوا شايفين كده. فارسطو طبعا كان تلميذهم، فقال لحضرتك ايه؟ خد بالك. قلت له اتفضل اتكلم يا عم ارسطو. قال لحضرتك ده الخير له مثال واحد لا يتغير. قلنا له ليه يا عم ارسطو؟ قال لنا مصدر القيم اهو، خليني اكتبها لك، مصدر القيم جاي من العقل. مصدر القيم جاي منين يا جدي؟ من العقل. يعني ايه يا مستر؟ فهمني. اقول لك انا ببساطه جدا وبشكل بسيط جدا. انا بني ادم صح؟ عندي عقل. حضرتك بني ادم صح؟ عندك عقل. هو بني ادم صح؟ عنده عقل. انت لو عامل الفيديو ده على اكس 2 هيبقى راب بالنسبه لك. خلاص. فطبعا كلنا بني ادمين وكلنا عندنا عقل، يبقى كلنا بينا حاجه مشتركه اللي هي العقل. يبقى كلنا بنختلف ولا بنتفق؟ كلنا بنتفق. ليه يا مستر؟ ما هو العقل عندنا كلنا والقيم مصدرها العقل، يبقى القيم بالنسبه لنا كلنا واحده. يعني اللي بيحدد القلم ده ليه قيمه ولا لا؟ العقل. فعقلي قال لي ان هو ليه قيمه. طب العقل ده موجود عندنا بس؟ لا، ده موجود عند الناس كلها. فطالما موجود عند الناس كلها يبقى كل الناس عقلها يقول لها ايه؟ ان القلم ده له قيمه. فكده كل الناس هيبقوا عارفين ان القلم ده ماله؟ له قيمه. شفت بسيطه ازاي؟ بس ده كده كان راي ارسطو. قال لحضرتك بقى راي ميسكوي. ميسكوي كان بيقول لحضرتك ان هو كان الراجل ده طبعا كان مسلم وكان متاثر اصلا بالفلسفه الاسلاميه. فقال لحضرتك انا شايف ان الانسان يرتقي. الانسان ماله يا مستر؟ يرتقي. خلاص. عن باقي الكائنات. الراجل مسكوي ده كان راجل مسلم، فكان عارف طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بقيتنا عن
عن مين؟ عن الحيوانات وعن بقيه المخلوقات. وقال لحضرتك ربنا طالما ميزنا بالعقل خلاص يبقى احنا مفروض ما نحكمش على الحاجه على حسب اللذات. طب ده معناه ايه يا مستر؟ او ايه علاقه اصلا الحيوانات بالموضوع ده؟ قال لحضرتك اصل كده الناس اللي شايفين ان القيم ذاتيه، وهنا بقى هنوجه لهم نقد رهيب جدا وهنقول لهم انتوا ازاي مستحملين غبائكم ده؟ ليه يا مستر كل ده؟ قال لحضرتك اصل كده لو انا قلت ان الحاجه اللي بتحقق لي مصلحتي وشهواتي ولذاتي هي دي بس اللي ليها قيمه والباقي ملوش، يبقى انا كده ما فرقش حاجه عن الحيوان. ازاي يا مستر ليه يعني؟ قال لك اصل الحيوان برضه هو اللي بيسمي الاكل والتناسل والشرب، هم دول الثلاث حاجات اللي ليهم قيمه في حياته، الاكل والشرب والتكاثر بس. ليه يا مستر؟ عشان بيحققوا له شهواته وبيحققوا له لذاته. فانت حضرتك لو كل اللي بيحقق لك لذاتك هو بس الحاجات اللي ليها قيمه يبقى انت زيك زي الحيوان. اتفهمت؟ اتفهم. فهنا طبعا الرأي ده كان يساوي الإنسان بالحيوان، اللي هو ايه بقى؟ ان كل ما له قيمة هو ما يشبع الغرائز والشهوات. انت حضرتك لو كل اللي بيشبع رغبتك وشهوتك هو بس اللي بتقول عليه قيمة يبقى حضرتك كده زيك زي الحيوان خلاص. لكن الرأي ده بقى قال لحضرتك ده الرأي ده كان ميز الإنسان عن الحيوان، وجعل طبعا الإنسان ايه؟ يرتقي عن الحيوانات وفي منزلة أعلى. خلاص جميل جدا. عرفنا ايه الفرق بين وجهتين النظر؟ مين اللي شايفينها ثابته؟ ارسطو ومسكويه. مين اللي شايفينها ما بتتغيرش؟ ارسطو ومسكويه. لكن مين اللي شايفينها بتتغير حسب المجتمع؟ كونت ودوركايم. مين اللي شايفينها بتتغير حسب النتيجه؟ بنتام وجون ستيوارت ميل. اتفقنا كده يا سيدي؟ اتفقنا. تعالى كده نرجع للملزمه ناخد الكلمتين دول عشان نخش بقى على الجزئيه بتاعه علاقتهم ببعض. قال لحضرتك طبعا ايه القيم الذاتيه النسبيه اللي هي متغيره. هنا الراي ده بيقول لك ان القيم ليست مطلوبه لذاتها وانما يتبعها الناس كوسيله لتحقيق غايات واهداف، اللي هي ايه؟ طبعا انا بقول على الحاجه اللي بتحقق لي بس مصالحي ان هي ليها ايه؟ قيمه. خلاص. وطبعا انحاز لهذا المذهب كان اوجست كونت وايميل دوركايم، كانت وجهه نظرهم عن القيم ان هي نسبيه لان المجتمع هو مصدر القيم. لكن جيروم بنتام وجون ستيوارت ميل كانوا شايفين ان القيم نسبيه ذاتيه، ان قيمه الفعل تتحدد في نتائجه. بالنسبه لوجهه نظرهم قيمه الفعل بتتحدد حسب نتيجته، هيجي لي بالثواب ولا هيجي لي بالعقاب. فلو جالي بالعقاب يبقى الحاجه دي مالهاش قيمه، ولو جالي بالثواب يبقى الحاجه دي ليها ايه؟ قيمه. وطبعا دي قايمه على المصالح والشهوات واللذات. قال لحضرتك طبعا الرؤيه النقديه هنا احنا اغفلنا صعوبة التمييز بين ما هو خير وهو شر، لأن طبعا هنا احنا أغفلنا دور الدين، الأوامر والنواهي. اتحول الإنسان لكائن أناني نفعي، أنا بقول على الحاجة بس اللي ليها قيمة، اللي هي بتحقق لي بس مصلحتي. قال لحضرتك وهنا طبعا بتساوي بين الإنسان والحيوان، لأن كل منهم بيقول على الحاجات اللي بتحقق له مصالحه وبتجنبه الألم هي دي اللي ليها قيمة والباقي مالهمش. طبعا هنا بقى القيم المطلقة الموضوعية الثابتة اللي كان منحاز لوجهة النظر دي قلنا طبعا أرسطو ومسكويه. خلاص. هم شايفين هنا ان هي ليها قيمة وغاية في آن واحد في حد ذاتها. خلاص. هي الهدف والقيمة، لكن هنا كانت مجرد وسيلة. اسمع دي وحطها حلقة في ودانك. اللي كانوا شايفين القيمة مجرد وسيلة بس كانت اللي هي الايه؟ الذاتية النسبية. لكن اللي كانوا شايفينها هدف وغاية ووسيلة يبقى طبعا كانت ايه؟ القيم المطلقة الموضوعية. خلاص. طبعا كان ارسطو ومسكويه. ارسطو قال لحضرتك العقل هو اللي بيميز بين الحق والباطل، وطبعا مسكويه قال لحضرتك ان القيم مطلقه ثابته. طبعا كان عايز يسمو بالاخلاق لما هو ارقى من الانسان، فالاخلاق تحدد نفسها لا يحددها فرد او عده افراد. يعني مش انا كبني ادم انا اللي هقولها، لا ده انا عايز اسمو بالاخلاق لاكتر من كده او بالقيم لاكتر من كده. عند حضرتك طبعا الرؤية النقدية هنا القيم الأخلاقية حيادية ثابتة، تأكيد دور الجزاء الديني المؤثر في الأخلاق، الارتقاء بقيم الإنسان من القوة الحيوانية إلى القوة العاقلة التي تميز الإنسان عن الحيوان. يعني ما تبقاش إيه الحاجة اللي بتحقق لك لذتك بس هي اللي بتقول عليها ليها قيمة. لحد هنا وخلصنا الجزء بتاع القيم. فاضل لنا جزء واحد بس، ومعلش أنا عارف إن أنت استحملت شوية حلوين معايا، بس استحمل جزء بس كمان، اللي هي طبعا علاقة التفلسف بقى والقيم. التفلسف والقيم اتحدوا فعملوا لي حاجة اسمها فلسفة القيم. ففلسفة القيم دي بتديني حاجة اسمها شوية قيم تكسبها لنا دراسة الفلسفة.
اهي فلسفه القيم او الفلسفه عموما بتكسبني شويه قيم. ايه يا مستر بقى القيم؟ هم كام قيمه؟ 4 قيم. قيمه اسمها البحث عن الحقيقه اللي هي حب المعرفه، قيمه تانية اسمها الاستقلال الذاتي، قيمه ثالثه اسمها التسامح الفكري، والقيمه الرابعه اسمها الحريه الانسانيه. واحده واحده بقى كده وتعالى ناخدهم قيمه قيمه. قال لحضرتك قيمة البحث عن الحقيقة هي واضحة من اسمها ان انا عندي حب استطلاع وحب معرفة ووعي الانسان بالعالم المحيط به والسعي وراء الوصول للحقيقة والمبادئ الاولى لجميع الموجودات. يعني دايما الانسان بيدور على المعرفة، بيدور على ايه الحقيقة، بيدور على المعرفة الزيادة، بيدور ان هو يتعلم. كل ده اللي هي ايه؟ طبعا قيمة البحث عن الحقيقة اللي هي طبعا حب المعرفة، حب الاستطلاع. انا دايما عايز اعرف المعلومات، دايما عايز اتثقف، دايما عايز اتعلم. خلاص؟ هذه القيمة تولد مع الإنسان لأنه بطبعه محب للتساؤل، بيفضل دايما يقول دي كانت إزاي ودي ليه ودي إيه سببها هنا والكلام ده كله. تنمو هذه القيمة من خلال القراءة والاطلاع واستخدام المنهج العلمي. يعني حضرتك دلوقتي لو عايز تنمي عندك قيمة حب المعرفة وإن أنت تبقى بتحب تتعلم، لازم دايما تقرأ كتير، يبقى عندك حب استطلاع كتير، تفضل تسأل كتير. خلاص؟ قال لحضرتك طبعا بتختلف رؤى الفلاسفة للحقيقة في 3 نظريات، وهي فاكر لما قلت لك التفلسف بيخلي عندك مرونة وسماحة وبيخلي عندك تعدد في طرق الوصول للحقيقة؟ العلماء بقى هنا اختلفوا. قال لحضرتك ايه هي الحقيقة؟ فعملوا 3 نظريات، نظرية اسمها التطابق، ونظرية اسمها الترابط، ونظرية اسمها البراجماتية. تعالى كده نشوف مع بعض هنا في نظريات الحقيقة. تعالى كده نكتب لك العنوان اهو، نظريات الحقيقة. اسمعني كده ويلا بينا. قال لحضرتك اول نظريه اسمها التطابق، تاني نظريه يا مستر اسمها الترابط، وتالت نظريه اسمها البراجماتيه. واحده واحده بقى كده يا مستر، وافرق بينهم ازاي، وكل واحده تجيلي في السؤال اختارها امتى. على مهلك خالص. التطابق معناها ان الحاجه اللي انت بتقولها لي اتاكد من ان هي حقيقيه، اطلع للواقع واشوفها. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت دلوقتي جيت قلت لي الاهرامات بتقع في مدينه الجيزه، فانا اقول لك عشان اتاكد ان دي حقيقه اطلع للواقع فعلا واروح لمدينه الجيزه واتاكد ان هي موجوده هناك بعينيا مش صور. خلاص؟ ارجع للواقع واشوفها. رحت تقول مثلا لوالدتك يا ماما فين التيشيرت البني بتاعي؟ قالت لك عندك يا ابني في الدولاب. قلت لها بس انا مش لاقيه. يبقى كده اذا هي المعلومه بتاعتها مالها خاطئه. ليه؟ لان انت عايز تشوفه بعينيك. خلاص؟ وطبعا بتقوم في الاخر وبتثبت لك ان هو في الدولاب وما شاء الله لا سحر ولا شعوذه. خلاص؟ طبعا هنا ده التطابق اللي هو طبعا ايه؟ اللي هو الحقيقه هي ما يطابقها ويؤكدها الواقع المادي الحسي، اللي هو الحاجة انت شايفها وقادر تلاحظها، يبقى دي حقيقة. خلاص؟ دي نظرية اسمها ايه؟ التطابق. اوعى تنسى الفرق بينهم. خلاص؟ طب يا مستر النظرية التانية اسمها الترابط. يعني ايه يا مستر الترابط؟ يعني بالنسبة لي الحقيقة هي ان النتيجة متناسقة مع المقدمات. واحدة واحدة يا مستر كده واديني مثال. يعني مثلا لو جيت قلت لحضرتك في المقدمات 1 زائد 1 طبيعي جدا بتساوي 2، الموضوع خلص. صح؟ فبالنسبة لي أنا هنا في نظرية الترابط كلمة 2 دي امتى اتأكد إن هي حقيقية؟ لو لقيت المقدمات بتاعتها 1 زائد 1. لو لقيت 1 زائد 1 امتى اتأكد إن هي عملية جمع حقيقية؟ لما أشوف النتيجة بتاعتها 2. يعني لما المقدمات تمشي مع النتيجة يبقى الكلام ده طبعا الحقيقة اللي هو بالنسبة لنظرية الترابط. يبقى هنا في الترابط الحقيقة بتنشأ عن تناسق وتوافق واتساق. لازم تبقى المقدمات متسقة مع النتائج. يعني 1 زائد 1 نتيجتها الطبيعية 2، 3 في 3 بتساوي طبعا 9، 3 زائد 3 بتساوي طبعا 6.
خلاص، لازم المقدمه تبقى متوافقه مع النتيجه. ما ينفعش حضرتك تيجي تقول لي مقدمه ملهاش علاقه بالنتيجه. يعني مثلا ما ينفعش تقول لي ده الدنيا مغيمه فانا هروح اكل بيتزا، لا تقول لي الدنيا مغيمه فالسما هتمطر. دي حاجه مرتبطه بدي، يبقى طبعا جايه من اسمها اللي هي الترابط. وعلى فكره الترابط دي اسمع كده، ده دي بتاعت المنطق والرياضيات. المنطق ويا مستر والرياضيات، خلاص اهو، اوعى تنساها. هيجي يسأل حضرتك النظرية اللي مرتبطة بالمنطق والرياضيات الترابط. النظرية اللي مرتبطة بالمنطق والرياضيات الترابط. يا مستر ليه مرتبطة بيهم؟ ما انا عمال كل الامثلة اللي بديها لك رياضية اهو، حاجات محسومة. الحاجات المحسومة دي بتاعت الرياضيات. اتفقنا؟ اتفقنا. جه لحضرتك عندك في ثالث نظرية اسمها البراجماتية. البراجماتية يعني ايه يا مستر؟ يعني من الاخر ايه هي الحقيقه يا مستر؟ الحاجه اللي ليها نفع وتطبيق على ارض الواقع. تطبيق، هي مش دي التطابق يا مستر؟ لا، الحقيقه بالنسبه للتطابق اللي هي الحاجه انا شايفها اقدر اتعامل معاها، لكن هنا الحاجه ان انت خدت حاجه في العلم فتطبقها في ارض الواقع. يعني مثلا حضرتك خدت قوانين البرمجه فتروح تبرمج، خدت قوانين الهندسه فتروح تطبقها وتبني، خلاص. فطبعا هنا البراجماتيه طبعا بتركز على النفع والتطبيق العملي. الاتنين دول بالنسبة لها هم دول الحقيقة. خلاص، لو حضرتك خدت شوية معلومات طبقتها في أرض الواقع يبقى دي حقيقة، يبقى المعلومات دي حقيقية. طب المعلومات دي مجرد معلومات نظرية ما ينفعش استفيد منها في الواقع، يبقى دي حاجة مش حقيقية. يعني مثلا مش عارف البرهان على اثبت ان المثلث أ ب ج متساوي الأضلاع، ده هيفيدني في الحقيقة مثلا؟ يعني ده هيفيدني في الحقيقة؟ لا مش هيفيدني في الحقيقة، يبقى ده حاجة مش حقيقية. طب قوانين الهندسه هتفيدني في الحقيقه؟ اه طبعا هتفيدني في الحقيقه، هبني واعمل واعمر وبتاع، يبقى خلاص يبقى دي حاجه حقيقيه. تمام، بس اتفقنا. يبقى ده بيركز على الجانب العملي طبعا اللي هو ايه؟ النفعي، وده بيركز طبعا على المصلحه. تمام كده، عندك الثلاث نظريات اهو. حابب تاخد السبوره دي سكرين شوت؟ تمام، خلصت؟ طيب تعالى كده نرجع لملزمتنا. ادي يا سيدي الثلاث نظريات بتوع الحقيقه. التطابق، ان الحقيقه مستمده من الواقع المادي والعالم المحيط بالفرد. يجب ان تكون الحقيقه متطابقه مع الواقع بحيث تخضع للادراك الحسي اللي هي الشاهد على صدق الاحكام. يعني ان انا الحاجه لو انت بتقول عليها حقيقه وريني ايه بعينيا. الترابط، يجب ان تكون الحقيقه يقينيه الصدق لانها مستنبطه من احكام اخرى تلزم عنها، وذلك ما يحدث في علم الرياضيات. تلاقي 1 زائد 1 بتساوي 2. لازم زي ما قلت لك يكون في توافق او اتساق بين ايه؟ بين المقدمات والنتائج. عند حضرتك هنا البراجماتيه. البراجماتيه طبعا اللي هي المنفعه وتحقيق النتائج المتوقعه، هي معيار الحقيقه وصدق الاحكام اللي هو ايه؟ التطبيق العملي، وطبعا زي ما قلنا ايه؟ المنفعه. تعالى كده نروح على تاني قيمه كان اسمها قيمه الاستقلال الذاتي. قيمه الاستقلال ايه يا مستر؟ الذاتي. قيمه الاستقلال الذاتي واحنا خدناها من شويه على فكره في قيم اخلاق المهنه، بس خلينا نعيدها تاني. قيمة الاستقلال الذاتي اللي هي التحرر من التبعية لفكر الآخرين، القدرة على ممارسة النقد وتقبله، وهذا ما يؤكد عليه أو يؤكد شعور الفرد بذاته. لازم دايما يبقى أنت عندك شخصية. من الآخر الاستقلال الذاتي حضرتك طبعا عارفها، اللي هي ما بتبقاش تابع لغيرك، خلي عندك شخصية، خلي عندك رأي مستقل، مش أي حد يقول حاجة تمشي وراه خلاص. يبقى دي طبعا تتمثل على قدرة الفرد على اتخاذ القرار الحر، محدش ليه عليك سلطة، خلاص. الناس ليهم عندك ان هم ينصحوك بس انت في الاخر ليك الحريه التامه في ان انت تعمل اللي انت عايزه. ده اسمه الاستقلال طبعا الفكري او الاستقلال الذاتي. ترتبط طبعا قيمه الاستقلال الفكري بشعور الفرد بحريته في الراي والعقيده والنشر والتعبير. طبعا لازم دايما تبقى حر في رايك، لازم تبقى حر في ان انت تعبر عن الحاجات بتاعتك. لازم لو عندك مثلا فكره، مثلا انت قاعد على الفيسبوك وعندك فكره عايز تكتبها، ايه اللي يمنعك؟ انشرها براحتك. لازم عندك حريه في العقيده، انا عايز ابقى مسلم، عايز ابقى مسيحي، دي حاجه ما تخصش حد، دي بتاعتي انا، خلاص. انا عايز مثلا اسلم بالطريقه كذا مثلا، او ابقى مؤمن بالطريقه كذا، او علاقتي بربنا تبقى كذا، دي حاجه انا حر فيها بيني وبين ربنا، ما حدش ليه علاقه بيها، خلاص. فدي طبعا قيمه الاستقلال الذاتي. عند حضرتك بعد كده القيمه الثالثه قيمه التسامح الفكري. التسامح الفكري طبعا قال لحضرتك ده بيعتبر من اساسيات التفلسف، والذي يعني رفض النظره الاحاديه للامور وقبول اختلاف الافكار. زي ما لسه قايلين من شويه المرونه، معناه ان حضرتك يبقى عندك مرونه، يعني انا ما بقاش متعصب لحاجه، ما يبقاش قافل مخي على حاجه، لا انا جاي اسمع منك وانت تسمع مني، يقنعك يا تقنعني، انا بالنسبه لي ما فيش مشكله.
ولا في بقى اساءه لحد، ولا في ان انا متعصب لرايي وخلاص، ولا في ان انا ايه، لا انا كده كده هفضل مقتنع باللي انا مقتنع بيه. لا طبعا، ده طبعا بيقول لحضرتك ايه، خلي عندك انفتاح على افكار ومعتقدات الاخرين. لازم دايما تبقى محترم تعدد واختلاف الاراء ووجهات النظر. وطبعا قيمة التسامح الفكري بتتمثل في قيمتين مهمتين جدا جدا جدا، وخد بالك كويس قوي من قيمة التسامح الفكري. التسامح الفكري ليه اهميتين، اهميه بالنسبه للفرد واهميه بالنسبه للمجتمع. بالنسبه للفرد طبعا بيحرره من الجمود والتعصب، يعني انا لو شخص متعصب، قيمه التسامح الفكري دي لو اتعلمتها وبقى عندك تسامح فكري، خلاص الموضوع بالنسبه لك بقى ايه، بقى بسيط وسهل، وبقى عندك مناقشه وتقبل لافكار الاخرين والكلام ده كله. بتحقق له النضج العقلي والتطور الفكري، وبتحقق له الرقي الانساني وامتلاك النفسيه السويه. عارف دايما اللي تلاقيه متعصب ده هتلاقي نفسيته مش سويه، هتلاقيه مش شخص سوي نفسيا. خلاص، هتلاقيه دايما لا انا خايف اقبل فكره غيري، انا خايف اناقش غيري، مش عايز اناقش اصلا. خلاص، ده الشخص المتعصب. لكن طبعا التسامح الفكري عايز يحرر حضرتك من كل ده. طبعا اهميته بالنسبه للمجتمع، تزيد من قدره المجتمع على التعايش مع الثقافات المختلفه، وطبعا بتخلي فيه استمراريه الحوارات الفعاله البناءه، طبعا للحفاظ على حقوق ومصالح الاخرين اللي هي المصلحه العامه. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني بتخلي فيه انفتاح بين الشعوب. يعني مثلا احنا دلوقتي مع ثقافه اوروبا بتستفيد مننا في اشياء، واحنا بنستفيد من اوروبا في اشياء، في تسامح فكري بيننا، احنا بنشوف ايه المميزات اللي عندهم اللي عايزين ننقلها عندنا، وهم بيشوفوا ايه المميزات اللي عندنا اللي عايزين ينقلوها عندهم. ده تسامح فكري. خلاص، وده طبعا اهميته بالنسبه لمين؟ للمجتمع. خد بالك منها قوي كويس النقطه دي، واوعى تنساها. قال لحضرتك اخر قيمه، قيمه الحريه والمسؤوليه، هي القدره على اختيار الفعل او نقيضه. انا عايز اختار الحاجه دي او اختار عكسها، انا حر براحتي. طب يا مستر هي دي مش شبه الاستقلال الذاتي شويه؟ لا لا لا، الاستقلال الذاتي ان انا ما بقاش تبع حد، ما بقاش ماشي ورا حد. لكن دي حريه، ان انا اختار او ما اختارش بمزاجي براحتي. تمام. فقال لحضرتك ايه، هي القدره على اختيار الفعل او نقيضه عن رؤيه وتدبر وتفكير عميق. يعني ما تعاندش وتقول براحتي وخلاص، لا، فكر وتمهل وعلى مهلك، وما تاخدش الحاجه قفش. خلاص. طيب، قال لحضرتك طبعا بترتبط الحريه بالمسؤوليه ارتباطا وثيقا، فهي لا تعني الفوضى ولكن تعني الالتزام بالنظام والقواعد. طبعا وهذا ما يحد ويقلل من حريه الفرد. حته المسؤوليه ان انت لسه متكلمين عنها من شويه، كل ما زادت صلاحياتك كل ما هتزيد مسؤولياتك. مش معنى ان انت حر ان انت براحتك وان الموضوع يبقى فوضى وتعمل اي حاجه، لا ما ينفعش. خلاص، لازم تبقى مسؤول عن الحاجات بتاعتك، لان انت هتحاسب عليها سواء في الدنيا او في الاخره. عند حضرتك طبعا فالإنسان مسؤول عن أفعاله ويتحمل نتائجها. وفي الآخر خلينا نقول لك أنت حر ما لم تضر. بيقول لحضرتك طبعا عبارة في الآخر، الفلسفة في دراستها إعادة تشكيل للحياة. وبكده يا سيدي خلص فرع الفلسفة، وخلصت الفلسفة اللي عندك خالص في أولى ثانوي بفضل الله. الفرع بتاع الفلسفة لسه المنطق فاضل لنا فصل فيه، وبإذن الله نكون خلصنا المنهج عشان نبدأ مراجعتنا النهائية. وبإذن الله حضرتك تخش تمتحن وتبقى الفلسفة مادة لذيذة عليك في مرحلة الثانوية العامة، سواء حضرتك طلعت تاني لقيتها في ثالثة أو ما لقيتهاش. فأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن حضرتك تكون حبيت المادة، حبيت الفرع، تطبق الفلسفة عموما في حياتك، تطبق اللي انت درسته في حياتك. الفلسفة يا جماعة دراستها جميلة جدا 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 جدا. لو حضرتك حبيت يعني ايه تقرأ فيها، الموضوع بيزيدك معرفة وبيزيدك وعي وبيزيدك الكلام ده كله. طبعا زي ما بنقول لحضرتك الفلسفة في دراستها إعادة تشكيل للحياة، عشان كده دايما بنقول في الفلسفة حياة، لأن الفلسفة طبعا هي أم العلوم كلها، هي اللي منها الكيمياء ومنها الفيزياء ومنها كل دول اصلا كانوا في الاصل فلاسفه، بس كل واحد فيهم بعد كده ايه تفرع في جزء. خلاص، خلص فرع الفلسفه، لسه فاضل لنا فرع المنطق ان شاء الله بالوحده الثانيه. وبعد ما نخلص الوحده الثانيه مع بعض ان شاء الله على اليوتيوب هنبتدي المراجعات النهائيه اللي هتبقى من نار. محضرين لك سيستم مراجعات نهائيه باذن الله من الاخر، ال 60 من 60 مضمونه ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.